الاونلاين ما ينفعش الاعتماد عليه تماما في ثانويه عامه خالص. عارف ليه؟ مش عشان الاونلاين وحش، هو مش وحش ولا حاجه، بالعكس، ولكن مشكله الوحاشه جواك انت، الكسل جواك انت. فطول ما انت عارف ان في حاجه متسجله ومرميه على منصه، طول ما شيطانك قاعد على ودانك اسمعها بكره. طب انا عندي امتحان كيمياء النهارده في السنتر في الدرس، خلاص يبقى اسمع الفيزياء بكره. طب انا عندي امتحان فيزياء النهارده، يبقى هذاكر طول الاسبوع فيزياء وهرمي كل الفيديوهات اللي بتنزل على المنصه. ده لو انت شغال اونلاين في حاجه معينه، عشان بس تبقى احنا متفقين من دلوقتي. فالمشكله مش في الاونلاين، يعني المشكله فيك انت. طب احنا هنحل المشكله دي ازاي؟ احنا عايزين ناخد حصه دلوقتي، هترميها لي على المنصه. الحقيقه انا فكرت كتير قوي، قلت لا، مش هنرميها على المنصه، احنا هنشتغلها فيس تو فيس ولكن على برنامج تفاعلي. كلكم عارفين برنامج زوم، صح كده؟ اللي ما بيعرفش يستخدمه هنعلمك ازاي تستخدمه. هو تافه جدا، يعني استخدامه بسيط قوي. كل ما في الموضوع ان في مايك معاك، المايك ده وانت شغال هتدوس عليه يفتح الصوت عندك، فتتكلم يا مستر نعم انا سامعك وكل زمايلك سامعينك. انا عندي مشكله في السؤال الفلاني، طب الحته الفلانيه دي جت ازاي؟ طب ممكن طريقه تانية؟ مفيش ابسط من كده. يعني احنا قاعدين في الحصه بالظبط زي الحصه دي، ولكن الفرق انك انت قاعد في بيتك، والميعاد بتاع الميعاد ده، يعني الميعاد بتاع الحصه دي سهل قوي نتفق عليه. ليه؟ لان احنا غالبا هنعمله بالليل. يعني هنعمله مثلا من الساعه 11 بالليل لغايه الساعه 1 يا شباب. ما انت قاعد في بيتك ما عندكش مشكله، مش هنحاول نتاخر عن كده على ما اكون انا خلصت شغلي. معلش، يبقى احنا اتفقنا ان احنا معانا ان شاء الله مش حصه واحده، لا احنا معانا حصتين. الحصتين دول باذن الله منهم واحده اللي هي دي اللي هي في السنتر، والثانيه على برنامج زوم هتنزله على التليفون بتاعك، تطبيق زي اي تطبيق على الموبايل. كل اللي هتعمله ان انا هبعت لك لينك، اللينك ده على جروب الواتساب، دوس عليه تلاقي نفسك في الحصه. بس لا تسجيل ولا نيله ولا بتاع ولا وجع دماغ، خلاص تحضر معايا الحصه، هنحل الواجب كله هنا. بس في حاجه مهمه قوي تاخد بالك منها، بما ان بدانا الحصه باهم حته بالنسبه لي دي. حضرتك احنا عندنا 4000 سؤال، عندنا 400 سؤال او 500 سؤال، يعني من 400 ل 500 التفاوت ده في كل فصل. قول لي انا في الحصه هنا هنحل 500 سؤال ازاي مع بعض هنا؟ فالموضوع صعب جدا. في حصه واحده في الاسبوع صعب جدا، فلازم يبقى في كام حصه؟ حصتين. هندي لك الواجب زي ما تاخد واجب النهارده. الواجب الكلام ده هيتقال مره واحده عشان ده النظام اللي هنمشي بيه على مدار السنه كلها ان شاء الله. فالواجب اللي حضرتك هتاخده هتحله. تاني حصه يا مستر هنشرح جزء جديد فهتاخد واجب جديد. طب والواجب القديم؟ الحصه اللي على زوم هنحل الواجب كله مع بعض وحضرتك قاعد ورايا. طب لو في حصه فاتتك من زوم، فاتت كانك غبت، ما هي حصه وهيتاخد غيابها. ازاي هتاخد غيابها اونلاين؟ مالكش دعوه، دي بتاعتنا احنا. فاحنا هناخد غيابها وهنحاسبك عليه الحصه الثانيه في السنتر. انت غبت في حصه زوم، فدي قصه ثانيه هنتحاسب عليها مع بعض. هنكلم ولي امرك مره واثنين وبعد كده هنقول لك احنا اسفين مش هنقدر نكمل مع بعض. ده لو انت مصر ان احنا تمشي في طريق احنا مش عايزين، خلاص. اما بالنسبه لموضوع المنصه، فالمنصه هي اوريدي موجوده ولكن انت بتكسل. وانت في ثانويه عامه لو اعتمدنا على ايمانك بنفسك اللهم اني، يبقى احنا هنلبس في الحيط. فمن الاخر كده، طول ما انت عارف ان في حصه لو فاتتني، طب سجل الحصه بتاعت النهارده عشان ظرف. لا، ثانويه عامه ما فيهاش ظروف ايا كان الوضع ايه. هي سنه كافره، كافره بكل معاني الانسانيه والرحمه. يعني لو هترحمني وتقول لي عندي ظرف، مش انا ثانويه عامه خلاص، يعني مش انا اللي بقول لك لا ولا بغتت عليك، لا هي بتقول لك مفيش حاجه اسمها ظروف او لا ظرف طارئ. كده احنا اتفقنا. طب الميعاد امتى؟ هبلغ حضرتك بيه على جروب الواتساب، ايا كان الميعاد هيناسبك، لان احنا هنخلي الميعاد، هات يا ابني حاجه امسح بيها، هتلاقي ان الميعاد متاخر ان شاء الله، فهيناسب كل الناس. يلا بينا بقى على بركه الله نبدا. المنهج بتاعنا او الفيزياء بشكل عام بتتقسم معانا لجزئين. لو في حد قاعد بيسمعنا لاول مره، اوعى تعدي حاجه انت مش فاهمها، لان الحاجه اللي انت مش فاهمها دي بتوقع 100 حاجه بعدها. لان الحاجه اللي انت مش فاهمها وساكت عنها بتوقع حاجات بعد كده لما نيجي نشرحها انت مش قادر تستوعبها. فلو سمحت خليك الشخص الغتت دايما في الحصه في كل مواد الفيزياء او في كل مواد ثانويه عامه، اللي هو مش الغتت بدون مبرر. لا انا يا مستر مش فاهم الحته دي فانا مش هعديها. ليه؟ ما وراناش غير، احنا اصلا واقفين هنا عشان حضرتك، خلاص. الفيزياء عندنا بتتقسم لجزئين. فيزياء اسمها فيزياء كلاسيكيه، وعندنا فيزياء اسمها فيزياء حديثه. هل من اسمهم كلاسيكيه يعني هي قديمه او بنطلون وقميص وحزام وقنطه كده، والحديثه دي يعني
نزلت مؤخرا. لا الموضوع مش كده خالص، بس كل ما في الموضوع ان الفيزياء الكلاسيكيه بتدرس الحاجات اللي احنا نقدر نلمسها ونشوفها. يعني ايه مش فاهم؟ يعني لما اجي اقول لحضرتك انا معايا سلك بيمر فيه تيار كهرباء، عايز احس الكهرباء واحسها، عايز افهم يعني ايه كهرباء. اقول لك روح امسك السلك العريان وانت هتفهم الدنيا فيها ايه، هتكهرب. اذا ده شيء بالنسبه لي محسوس ولا مش محسوس؟ محسوس، اقدر احس بيه واقدر اشوفه، واقدر اشوف دايره كهربيه واشوف لمبه متوصله في دايره كهربيه زي ما هنتعلم. اذا دي الفيزياء الكلاسيكيه. ده معناها بتضم كل العلوم او كل الاشياء او كل التجارب اللي احنا بنقدر نشوفها ونقدر نتعامل معاها يا محمد. اما الفيزياء الحديثه بقى فدي بتدرس الحاجات اللي انا وانت ما نقدرش نشوفها، بس هي اوريدي بتحصل في الطبيعه. ازاي يعني؟ يعني لما نيجي نقول لحضرتك ان السلك جواه ذرات وكل ذره فيها الكترونات بتتحرك، هل انت بتشوف الالكترونات بتتحرك؟ ما بشوفهاش. اذا ده شيء بيحصل، هو بيحصل في الطبيعه وموجود، ولكن احنا ما بنقدرش نشوفه. فدي اسمها فيزياء الكم او المودرن فيزيكس او الفيزياء الحديثه. دي اللي هندرسها ان شاء الله في الجزء الاخير من المنهج بتاعنا من بعد اجازه الترم الاول باذن الله. ده الفرق ما بين الاثنين بس مقدمه كده. فاحنا ان شاء الله هنبدا ونشتغل بالفيزياء الكلاسيكيه. المنهج بتاعنا في الفيزياء الكلاسيكيه بناخد فيه حاجه اسمها الفيزياء الكهربيه، ومن اسمها كهربيه فاحنا كل كلامنا على الكهرباء. جت منين وراحت فين وبنستخدمها ازاي. فخلينا نقول كده، لو سالنا اي حد فيكم سؤال من قبل ما نبدا منهج، الكهرباء بتيجي منين في مصر؟ بتيجي منين؟ نقول له بتيجي من السد العالي، كلنا عارفين كده، في اسوان. اقول له ده معناه ان السورس او المصدر اللي احنا بناخد منه كهرباء موجود في السد العالي. اشمعنى سد عالي؟ ده حوار مش بتاعنا. علشان خاطر يا مستر في مرتفع قوي وفي ميه هنا، الميه بتنزل من على ارتفاع كبير جدا فتدخل على توربينات هنا، التوربينات دي اسمها دينامو. الدينامو ده هو اللي بيولد الكهرباء اللي احنا بناخدها. الحقيقه ان احنا مش هنتكلم عن الدينامو دلوقتي. ليه؟ في فصل كامل بيتكلم عن توليد الكهرباء وازاي اتولدت. ايوه، امال دورنا ايه في الفصل الاول؟ دورنا احنا الكهرباء اتولدت خلاص، طب ازاي مش بتاعتنا دلوقتي؟ اتولدت، عايزين نوصلها للبيوت بتاعتنا عشان نشوف الكهرباء اللي احنا شايفينها دلوقتي. هنوصلها ازاي؟ هل بالكيلو؟ 2 كيلو كهرباء، 5 كيلو كهرباء اروح اشيلهم واجيبهم؟ اقول له لا اكيد. علشان كده هتلاقي ان من المصدر او الدينامو اللي في محطه اسوان طالع منه خراطيم ميه ولا طالع منه اسلاك؟ الاسلاك اللي طالعه منه دي كلها اهو، هو ده دور اللي احنا عايزين نتكلم عنه. هو انتوا ازاي قدرتوا توصلوا الكهرباء من مدينه او محطه توليد الكهرباء في السد العالي في اسوان، ازاي قدرتوا توصلوها لانحاء مصر كلها؟ والله احنا هنوصلها عن طريق اسلاك. ويجي هنا السؤال بقى، مين الماده اللي فيها السلك اللي انت هتستخدمه علشان توصل عن طريقه الكهرباء؟ عندنا مواد كتير جدا، وده يخلينا نروح لانواع المواد. والله انواع المواد احنا اتكلمنا عنها قبل كده في ثانيه ثانوي، وعارفين ان انواع المواد 3. هو انت بتعمل ايه دلوقتي يا مستر؟ والله انا بختار ماده معينه تناسب ان انا انقل عن طريقها الكهرباء من اسوان لغايه مصر كلها. وهنا بقى ده يودينا لانواع المواد. انواع المواد كم نوع؟ 3. ماده اسمها مواد جيدة التوصيل أو مواد موصلة، ومواد عازلة، وهنفهم الفرق ما بينهم دلوقتي. بس الفرق اللي ما بينهم مش الكلمتين اللي كنا بنسمعهم في تانية ثانوي قبل كده. وكمان عندنا مواد اسمها مواد شبه موصلة. ايه الفرق بين ال3 مواد دول؟ احنا لسه ما اخترناش مادة معينة، احنا لسه مكتشفين كهرباء النهارده، ولسه صنعنا وطلعنا كهرباء وبنفكر مع بعض ازاي نوزعها على مصر كلها. فقلنا طيب اولا احنا هنختار اكيد مواد الموصله زي الالومنيوم وزي النحاس. علشان كده حضرتك تبص في البيت عندك تلاقي كل الاسلاك اللي موجوده في البيت من ماده النحاس. طب وليه مش الومنيوم؟ ما هو ده موصل وده موصل. اصل الالومنيوم غالي جدا جدا وتكلفته غاليه قوي على الدوله، فقرر ان هو يجيب ماده بديله زي النحاس، هي ارخص فبالتالي وتقدر تقضي الغرض. وهتفهم قدام شويه ايه الفرق ما بين الاثنين، الفرق الجوهري. بس خلينا واحده واحده. اقول له طب والمواد العازله؟ ده من اسمها عازله. عازله زي البلاستيك،
نقول له طب نستخدم البلاستيك في اننا نوصل عن طريقه كهرباء؟ لا. نستخدم البلاستيك في اننا نكسي بيه اسلاك النحاس اللي فيها كهرباء عشان ما نتكهربش. ما نتكهربش، ايوه، ما هو السلك ده فيه كهرباء دلوقتي، لو انا مسكته هتكهرب؟ لا، ما اتكهربتش، مع ان هو بيمر فيه كهرباء. هتفهم يعني كهرباء دلوقتي، ولكن احنا بنكسوه بماده عازله، ماده عازله زي البلاستيك. اذا هي بتعزل ما بينك وما بين الكهرباء، ده تاني نوع واكيد مش هنستخدم ده. والمواد الشبه الموصله زي السيليكون، المواد دي بوشين زي ناس كتير في حياتك كده. المواد دي تحطها في ظروف معينه تبقى حبيبتك وجيده التوصيل، ما تديلهاش اللي هي عايزاه وتعمل لهم اللي هم عايزينه، تبقى ماده عازله وتعزل نفسها عنك وعن حياتك. علشان كده نقول له والله دي كمان ما تنفعنيش، مش هعيش انا على هرمونات ماده متوصله النهارده شغاله وبكره مش شغاله. علشان كده كان الاختيار على ان احنا لازم نختار ماده جيده الايه؟ جيده التوصيل. حلو. مين الماده جيده التوصيل؟ قلنا نحاس او المونيوم. انا عايز افهم الفرق بين الماده العازله والماده جيده التوصيل، مع ان دي ماده ودي ماده، دي عندها ذرات ودي عندها ذرات، دي عندها الكترونات ودي عندها الكترونات. طب هو تكوين الماده اصلا ايه؟ نقول له والله الماده، لو انا رحت جيت بصيت على سلك كده، جبت اتنين، واحد من ماده النحاس وجبت واحد تاني من ماده البلاستيك، حضرتك بص على الاتنين كده وعلى ذراتهم، والله انت عندك ذرات وانت عندك ذرات، بس لما تيجي تبص على الذره هنا فيها عدد من الالكترونات، يا سلام، طب ما دي كمان يا مستر فيها عدد من الالكترونات. ايه الفرق بين الاتنين؟ الفرق بين الاتنين ان الالكترونات اللي موجوده في ذرات النحاس، المواد جيده التوصيل، الكترونات مستبيعه ومش حابه الذره بتاعتها اصلا. ازاي يعني؟ يعني نقول ان الالكترون هنا ضعيف التماسك بمستويات الذره. ضعيف التماسك. يعني ايه ضعيف التماسك؟ يعني هنفخ فيه كده يسيب الذره ويمشي. هو ده اللي انا عايزه. علشان كده بنقول له حضرتك ان المواد جيده التوصيل اللي هي النحاس تحتوي على وفره من الالكترونات حره الحركه. يعني ايه حره الحركه؟ يعني سهل جدا ان هي تتحرك، وهو ده اللي احنا عايزينه. اما البلاستيك او المواد العازله هتلاقي ان الالكترونات بتاعتها غتيته قوي. الالكترون مثبت في مستوى الطاقه بتاعه، مثبت في ماسك. تيجي تزق الالكترون علشان يتحرك ويسيب الذره، ابدا والله ما هتحرك. نقول له لا، يبقى انت ما تلزمنيش علشان الكتروناتك شديده التماسك بمستويات الذره، انا مش عايز كده. اما انت تلزميني علشان خاطر الكتروناتك ضعيفه التماسك. طب وانت ليه عايز الكترونات ضعيفه التماسك؟ ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه بالتفصيل. اقول له طيب انا فهمت الفرق بين ماده جيده التوصيل والماده العازله. ماده جيده التوصيل تحتوي على وفره من الالكترونات حره الحركه او ضعيفه التماسك بمستويات الذره. اما البلاستيك يحتوي على الكترونات شديده التماسك بمستويات الطاقه. السؤال هو انا لو جيت زقيت الالكترونات اللي موجوده في ذرات النحاس تتحرك ولا ما تتحركش؟ تتحرك. ليه تتحرك؟ اقول له اصل هي ضعيفه التماسك، وهو ده الهدف اللي انا عايز اوصل له. اما لو زقيت الالكترونات اللي في ماده البلاستيك تتحرك؟ مستحيل تتحرك. علشان كده يبقى احنا شغلنا على المواد جيده جيده التوصيل. صلينا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. ركز معايا كويس قوي وما تعديش حاجه انت مش مقتنع بيها، وكل اللي انا بقوله دلوقتي كمان شويه هتشوفه بالاي اي ان شاء الله، وهنعيده تاني بس بشكل عملي. يعني كل اللي انا بقوله ده هجيب لك السلك والالكترونات وبتتحرك ازاي وشكلها عامل ايه، بس بنفهم الاول وندردش كده على السبوره الاول. بص يا سيدي الناس، تخيل معايا كده، نقول له انا عندي سلك اهو، السلك ده من ماده النحاس، السلك ده من ماده النحاس، وفهمنا ان ماده النحاس هي ماده جيده التوصيل. لو جيت حضرتك بصيت على الذرات اللي موجوده عندك هنا، هتلاقي ان كل ذره من الذرات بتحمل عدد من الالكترونات. الالكترونات دي اتفقنا ضعيفه التماسك ولا شديد التماسك؟ ضعيفه التماسك. حلو قوي. طب ليه عايز كده؟ اقول له علشان لما نيجي نزق الالكترونات جوه السلك بقوه تقدر تتحرك معايا بكل بساطه. ايه الهبل ده؟ هو في حاجه اسمها قوه جوه السلك وروح انا وانت نزق الالكترونات؟ في، بس اكيد مش بالمنطق اللي انا لسه بقوله يعني. المهم
الالكترونات دي لما تتحرك، اذا السلك اللي قدامك ده بيحتوي على وفره من الالكترونات الايه؟ ضعيفه التماسك، ضعيفه التماسك، عايزين نحركها. هو انا لو مسكت السلك من النحاس اتكهرب؟ ما هو فيه الكترونات، اتكهرب؟ هقول له ايوه تتكهرب عادي، مش انت لسه بتقول هي ماده جيده التوصيل؟ ايوه، بس انا ممكن امسك السلك وما اتكهربش. امتى؟ تقول لي بكل بساطه لو الالكترونات اللي جوه السلك ما ما بتتحركش، انما لو بتتحرك يبقى في كهرباء. طب مين اللي يحرك الالكترونات ويزقها؟ ايوه بالظبط كده زي ما انت ما بتفكر حضرتك. انا هروح اجيب دايره كهربيه بسيطه، وهجيب السلك ده اللي هو من النحاس، واروح اوصله مع بطاريه. مين البطاريه؟ البطاريه دي اللي بنسميها في بي، وهتاخد حقها قوي قوي في الكلام بس في وقتها. مين الفي بي؟ والله دي البطاريه اللي بتزق الشحنات اللي جوه السلك وبتحركها. هقول له تمام. طيب لما جيت وصلت البطاريه واتحركت الشحنات، لو الالكترونات دي ممكن تكون في حالتين. قبل ما اوصل البطاريه فالالكترونات كانت في حاله سكون. في حاله ايه؟ يعني ايه سكون؟ يعني الالكترونات كل واحد بيتحرك جوه الذره بتاعته. الالكترون بيتحرك في مستواه عادي جدا في حركه دائريه، انما ما سابش الذره ومشي. في الحاله دي في كهرباء ولا لا كهرباء؟ نقول له لا توجد كهرباء. مفيش كهرباء حضرتك. يعني انا لو مسكت السلك عادي ما اتكهربش. خدت سلك عادي ماسكه في ايدي اهو، سلك اهو عادي، بس ما وصلتهوش في المفتاح او الكوبس عندي. اصل الكوبس اللي عندك ده هو بيمثل دور البطاريه، القوه اللي بتزق الشحنات وتحركها جوه السلك. هقول له طيب خدت السلك ده حضرتك ورحت وصلته مع بطاريه وقفلت الدايره، ايه اللي يحصل؟ البطاريه تعمل ايه؟ تيجي زق الالكترونات وتحرك الالكترونات اللي بنديها رمز ايه في اتجاه ما، في اتجاه معين. اول ما تتحرك الالكترونات في حاله سكون ولا في حاله حركه؟ وما دام الالكترونات في حاله حركه يبقى بنسميها تيار كهربي. كل ده يا مستر عشان نوصل للحته دي من البدايه خالص. اقول له يبقى حركه الالكترونات في السلك اللي هي اسمها التيار الكهربي بنسميه فيض من الشحنات الكهربيه التي تسري عبر موصل. شوف قلت لك ايه؟ فيض. يعني ايه فيض هنا؟ بتنم على ان عدد الالكترونات عدد ايه؟ كبير جدا. عدد الالكترونات الكبير جدا جدا ده لما يتحرك داخل الموصل في كهرباء، في تيار كهربي. نفس الالكترونات هي جوه السلك، بس لو في حاله سكون مفيش كهرباء. يبقى ما تقوليش اي سلك فيه تيار كهربي مهما كان نوع، الا لما شرط يتحقق انها تكون في حاله ايه؟ في حاله حركه. احنا كده فهمنا يعني ايه تيار كهربي. ليه شده؟ انا لو جبت خرطوم ميه ومررت منه كميه ميه ليها شده ولا ملهاش؟ والله اندفاع الميه عالي، ضغط الميه عالي، احنا بنعبر عنه بنقول كده بينا وبين بعض كده عادي في حياتنا. ضغط الميه عالي، الميه بتندفع بشكل كبير. لا الميه بطيئه. يا ابني ما تبص لنا على الميه ضعيفه ليه؟ ايوه هو التيار الكهربي بنتعامل معاه كده. ليه شده؟ ليه شده. علشان كده بنعبر عن حاجه اسمها شده التيار الكهربي وبنديها رمز اي، وده اول كميه في المنهج بتاعنا مع بعض. ليه اي؟ اختصار لحاجه اسمها الكتريك كارنت، شده التيار الكهربي. اوعى تسرح، ولو انت مش نايم اعمل قرص وشك، قرص ودنك، اعمل اي حاجه، بس ما تنامش لو سمحت، علشان اي حاجه هتقع منك دلوقتي هتوقع كام حاجه وراها. نطلع من الحصه هوا، وعيب قوي تبقى بدايه ثانويه عامه بالنسبه لك محبطه. ده احنا لسه بنقول الحلو من المنهج. الحلو خلاص، فاللي جاي احلى ان شاء الله، بس طول ما انت مركز. هقول له طيب عرفنا ليه شده؟ ليه شده. ايه بقى شده التيار الكهربي ده؟ بس استنى، علشان تحسب شده التيار او تتكلم عنها، هو شديد ولا مش شديد، عالي ولا مش عالي، لازم نعرف ايه هي الشروط اصلا اللي لازم تتوفر عشان يمر تيار في الدايره. ايه الدايره دي؟ ما هي دي دايره. يعني ايه دايره؟ اسمها دايره كهربيه. الدايره الكهربيه اللي قدامك دي مكونه من ايه؟ مكونه من سلك، من ماده جيده التوصيل، ماده جيده التوصيل. يا رب رزقنا الفهم يا رب. ادي واحد. اتنين، واقول له كمان مصدر طاقه. ايوه، ما هي البطاريه دي هي المسؤوله عن انها عندها طاقه
بتزق الشحنات وتحركها. اقول له ايه تاني؟ وثالث شرط مهم جدا ان الدائره تكون مغلقه. ايه اللي انت كاتبه ده؟ دي شروط مرور تيار كهربي في دايره كهربيه. لو شرط واحد من الشروط دي ما بقاش موجود، مفيش تيار كهربي. اقول له طيب ليه يا مستر ان شاء الله؟ ما انا لو شلت سلك من ماده جاده التوصيل هتجيب مكانه ايه؟ بلاستيك، مش هيمر تيار كهربي. يعني انا يا مستر لو حاطط لمبه هنا، اللمبه دي امتى تنور؟ كاني اول ما اقول لك امتى تنور كاني بسالك وبقول لك ايه هي شروط مرور تيار كهربي في دايره ايه؟ في دايره كهربيه. معايا يا محمد؟ معايا؟ خلاص؟ بعد كده ننام بدري ها؟ نقول له طيب يبقى ده الشرط الاول اتحقق؟ اتحقق. تاني شرط مصدر طاقه. ايوه، امال مين هيزق الشحنات؟ عشان انت لسه قايل لي من شويه انها لو في حاله سكون مفيش تيار كهربي، لو في حاله حركه في تيار كهربي. ثالث شرط ان الدائره تكون مغلقه. طب ولو مش مغلقه؟ اهو يا سيدي، ولا تزعل نفسك، فتحنا الدائره. يعني فتحت الدائره، قصيت الدائره، يمر تيار؟ مستحيل. ليه مستحيل؟ اقول له لان الشحنات لما تيجي تتحرك جوه السلك تيجي في الحته دي تلاقي فيه هواء، والهواء ده يا مستر مقاومته كبيره جدا جدا جدا. يعني عايز اقول لك زي مرات الاب مقتدره كده، مش هعدي ولا الكترون. يا حاج انا عايز اعدي الكترون من الطرف ده للطرف ده عشان يمر في الدايره ويروح لللمبه، لا مش هيحصل. يبقى دي شروط اسمها ايه؟ شروط مرور تيار كهربي. ركز عشان هتحل معايا قدامي دلوقتي. خلاص؟ تقريبا نص الحصه ورشه عمل، وهنبدا كل واحد كشكول وقلمه، وهعرض لك المذكره بتاعتك اللي هي كراسه الواجب، وهتبدا تحل قدامي ان شاء الله. فما عديش على حد الاقيه ما بيحلش. المهم ادي اول جزء. اقول له طب عرفنا شروط التيار الكهربي، احسب شدته بقى، هو عالي ولا مش عالي التيار ده؟ التيار الكهربي ده عشان نحسب شدته يا شباب، بص كده، هنروح ناخد مساحة مقطع معينة من مساحات مقطع السلك، أي مساحة مقطع. يعني إيه مساحة مقطع دي؟ يا سيدي أهي مساحة المقطع دي أهي، وهنقف عندها كده ونجيب واحد ونقول له إيه؟ نجيب اتنين. واحد نديله ساعة، وقف هنا عند مساحة المقطع ده وركز كويس قوي. حاضر، ده على فرض إن الإلكترونات متشافة بالعين، ده فرض يعني. وواحد تاني واقف هنا، شخص ده معاه ساعة، والشخص التاني هنا حضرتك معاه عينه بمرصاد بيعد عدد الشحنات اللي هتعدي من مساحة المقطع ده. اقفل الدايرة يا ابني. قفلنا الدايرة. أول ما قفلنا الدايرة لقينا إن في عدد من الإلكترونات بيطلع بيمر من السلك وبيكمل في الدايرة. أسأل اللي فوق، قول لي يا حبيبي عدد الإلكترونات اللي عدى. فيرد عليه يقول لي عدى في زمن قد ايه؟ اقول له عدى في زمن 1 ثانية. فالراجل اللي فوق ده يقول لي يا مستر والله في زمن معين عدى عدد من الالكترونات، ودي بنديها رمز ان، عدد الالكترونات اختصار لكلمة نمبرز، يعني عدد. اللي نايم صحصح. خلاص؟ فنقول له الراجل اللي فوق ده بيعد لي عدد الالكترونات اللي هتعدي. اقول له في زمن قد ايه؟ يقول لي مش مهم يا مستر، شوف انت عايز نقعد معاك قد ايه والله وانا شغال زي الفل ما عنديش مشكله. هقول له ماشي. فالراجل اللي فوق هيعد عدد الالكترونات اللي هيمر من مساحه المقطع. اسال الشخص اللي تحت، اقول لك ايه هو العدد اللي هو قاله لي فوق ده ايا كان العدد قد ايه؟ اهو يا سيدي 50 الكترون يا مستر. نسال الشخص اللي تحت، عدوا ال 50 دول في زمن قد ايه؟ فيرد عليا مثلا يبقى تي التايم، الزمن مرور التيار من مساحة مقطع السلك، يقول لي مثلا والله يا مستر عدوا في ثانيتين، 2 سكند. دلوقتي عندي كم كمية اتكلمت عنهم؟ 2. واحدة بتقول عدد الإلكترونات اللي مرت ودي اسمها ان، وواحدة اسمها تي التايم اللي عدى فيه الإلكترونات من مساحة المقطع ده. كام يا حبيبي؟ أقول له ثانيتين. فين شدة التيار اللي أنت بتتكلم عنها؟ في الحالة دي كل إلكترون بيعدي يا شباب من مساحة أي مقطع من السلك، كل إلكترون بيمر خلال السلك، الإلكترون ده محمل بشحنة كهربية، يعني هو مشحون بطاقة كهربية معينة. الطاقة الكهربية دي بنسميها شحنة الإلكترون، ودي قيمة ثابتة ورقم ثابت هتكون حافظه زي اسمك، 1.6 في 10 أس سالب 19 سي. مين السي دي؟ كمان شوية هتفهم يعني ايه. خلينا بس في قيمة الايه؟ الإلكترون دلوقتي.
يبقى انا دلوقتي عندي عدد، همسك اي مساحه مقطع من السلك وهبص على عدد الالكترونات اللي ومر في زمن قد ايه وشحنه كل الكترون عندي. بص بقى، احنا عايزين نعرف شده التيار الكهربي. لو خدت الان دي وضربتها في الاي دي يروح يدي لك حاجه اسمها كيو. مين الكيو؟ كميه الشحنه الكهربيه. يعني من الاخر هي كميه الكهرباء اللي عدت من مساحه المقطع ده في الزمن ده كميه قد ايه؟ فنقول له الكميه دي بنعبر عنها بعدد يا مستر؟ لا، مش عدد بس، عدد مضروب في شحنه الالكترون الواحد. يعني نقدر نقول ان شده التيار الكهربي هو كميه الشحنه الكهربيه، بص، اللي هتمر في الثانيه الواحده. بس دول ما مروش في ثانيه واحده، ده مروا في زمن كتير. اقول له خلاص، ما علشان كده احنا هنقسم على مين؟ هنقسم على التي. يبقى مين هو شده التيار الكهربي؟ هو كميه الكهرباء اللي هتمر من خلال اي مساحه مقطع في الثانيه الايه؟ في الثانيه الواحده. بس انا ما عنديش ثانيه واحده، اقول له عادي خلاص اقسم على اي زمن. والله مروا الشحنات دي يا مستر في 5 ساعات، هقول له هقسم على 5 ساعات. علشان كده يبقى شدة التيار الكهربي بيتعبر عن حاجة اسمها الكيو على التي. مين الكيو؟ كمية الكهرباء. أنا كاتب لك كل تفصيل أنا بقولها في المذكرة بالتفصيل الممل، ما تقلقش. بس أنا بقول لك إيه؟ شخبط دلوقتي وأنت معايا وأنت مركز، علشان لما نقول يلا ورشة عمل ونحل ما نلاقيش حد يوكسنا ويسد نفسنا وما بحلش. مش هسيبك ما تحلش والله، لو اتشقلبت كده مش هسيب. انسى جو تانية ثانوي ده، احنا كنا ممكن نسامح ونعدي، في ثالثه مش هنعدي حاجه. نقول له يبقى شده التيار الكهربي هو كميه الشحنه الكهربيه اللي هتمر من خلال مساحه مقطع في الثانيه الواحده. احفظ. وبصراحه انا بستغرب قوي ان انا الاقي، بص احنا عمرنا ما هنقول لك ونكتب لك كلام هنا عربي كده وتعاريف لا دي مش فيزياء حضرتك، مش اسمها كده اصلا. خلاص؟ لا، هو انت دايما هتفهم تعريف اي كميه من العلاقه ومن القانون. خلاص؟ فنقول له يبقى شده التيار هو ايه؟ عباره عن كميه الشحنه الكهربيه، بص في المقام، التي تمر في الثانيه الايه؟ في الثانيه الواحده. شحنه الالكترون بكام؟ 1.6 في 10 اس سالب 19 سي. مين السي؟ والله حضرتك السي دي وحده قياس كميه الكهرباء اللي بنديها وحده قياس كولوم. فبناخد اول حرف من الاسم بتاع العالم اللي سمينا الكميه على اسمه، فبنسميها وحده ايه؟ كولوم. والزمن كلنا عارفين ان هو وحدته سكند، ثانيه. فالسؤال بقى، لما نقسم كولوم على ثانيه يديني شده تيار، لما اقسم كميه على زمن يديني شده تيار، طب لما اقسم سي على سكند يروح يدي لك وحده شده التيار اللي هي ايه؟ اللي هي الامبير. ده كده بالنسبه لي يعني ايه اصلا شده تيار كهربي. طيب عرفنا يعني ايه ماده موصله، ويعني ايه ماده عازله، وعرفنا يعني ايه شده تيار كهربي والفرق بينها وبين التيار الكهربي. التيار الكهربي فيض من الشحنات الكهربيه تسري عبر ايه؟ موصل. انما شدته الكميه اللي عدت دي عدت في زمن 1 ثانيه، عدى قد ايه؟ اهو ده اللي بنسميه شده التيار الايه؟ الكهربي. عندك مشكله لغايه دلوقتي معايا؟ يعني لما هسالك كمان شويه ان شاء الله هترد عليا باذن الله، اي حد فيكم. طيب كل ده هنعيده تاني ما تقلقش، بس هنعيده ان شاء الله عملي كمان شويه. طيب عرفت يعني ايه شده تيار كهربي بس كده؟ لا، الحقيقه شده التيار الكهربي فيه شويه حوارات كده وشويه استنتاجات لازم تبقى عارفها كويس قوي. ايه الاستنتاجات دي؟ بص يا حبيبي، انت يا مستر بتقول شدة التيار الكهربي، وقبل ما نقول الاستنتاجات هو التيار او الالكترونات اللي جوه هنا دي بتتحرك ازاي؟ قلنا البطارية بتزقها. ايوه بتزقها ازاي يعني؟ احنا هنتكلم عن البطارية دي بالتفصيل الحصة اللي جاية، بس احنا هنقول حتة صغيرة قوي منها. لو جيت فتحت البطارية دي حضرتك هتلاقي ان البطارية دي عبارة عن كام لوح؟ لوحين. واحد بنمثله في الدايرة الكهربية بشرطة صغيرة، وواحد تاني بشرطة كبيرة. كل واحد من دول بيمثل لوح عليه عدد من الشحنات الكهربية. اللوح ايه الفرق يعني؟ يعني ده عليه كتير عشان شرطة كبيرة وده صغير؟ لا خالص، بس هي عشان نميز لحضرتك. ولكن اللوح الصغير بيكون عليه عدد الشحنات السالبة، واللوح الكبير ده عليه عدد الشحنات الموجبة. تخيل معايا
ان انا رحت جبت سلك اهو، خليني ارسمها لك اكبر شويه. تخيل معايا كده حضرتك ان انا رحت جبت سلك، والسلك ده فيه عدد من الشحنات الكهربيه السالبه اهو، ده الكترون الكترون، ورحت وصلته بلوحين. هي دي البطاريه؟ البطاريه هتزق الشحنات. بتزقها ازاي؟ اقول له على فكره اللوح الصغير ده عليه عدد من الشحنات السالبه يساوي عدد الشحنات الموجبه اللي على اللوح الثاني. واول ما نقفل الدايره، الشحنات السالبه اللي موجوده هنا يحصل ما بينها وما بين الشحنات السالبه اللي جوه السلك ايه؟ تنافض. ايه يا مستر الشرط دي؟ يا واد ما هي دي الالكترونات اللي جوه السلك اصلا. كل ذره من الذرات داخل هذا السلك متعادله كهربيا، يعني عندها الشحنات السالبه قد الشحنات الموجبه. اللوح اللي قدام سيادتك ده عليه شحنات سالبه تتنافر مع الشحنات السالبه اللي داخل الموصل، فلما تتنافر معاها تعمل ايه؟ تزقها وتحركها في الاتجاه اللي انت شايفه. ركز كويس قوي في الحته اللي جايه دي. نقول له طيب ده دور اللوح السالب، اللوح الموجب ده عالة عليه ما بيساعدوش، لا بيساعده. ده يزق في الاتجاه ده مع عقارب الساعه، والمعلم ده يقول له ايدي بايدك، مش ده موجب وهنا في شحنات ايه؟ ده يسحبها ولا يزقها؟ يسحبها، لان الموجب والسالب يحصل بينهم تجاذب، والسالب والسالب يحصل ما بينهم، فيبدا يسحب اللوح الموجب الشحنات في نفس الاتجاه. واحد بيتخيل معايا عربيه عندي هنا، انا بزق العربيه في الاتجاه ده، وواحد تاني بيشد العربيه، احنا الاثنين بنمشي في نفس الايه؟ الاتجاه، بنساعد بعض ولا لا؟ اهو هو ده دور البطاريه. حلو قوي. طيب وبعدين؟ يبقى انا فهمت دور البطاريه ان هي بتزق الشحنات السالبه داخل الموصل. هل في تيار كهربي من شحنات موجبه؟ لا، هو التيار الكهربي شحنات سالبه فقط اللي هي الالكترونات. هقول له طب اتحركت، هتتحرك في انهي اتجاه؟ هقول له واضح اهو يا مستر، مش محتاجه يعني، بتتحرك مع عقارب الساعه اهو. طب انا لو عكست اقطاب البطاريه تتحرك عكس عقارب الساعه، صح كده؟ بس السؤال بقى، الاتجاه اللي انت شايفه اللي قدامك ده بنسميه الاتجاه الفعلي للتيار الكهربي. ايه ده؟ هو ليه اتجاهين؟ هو ملوش اتجاهين لان مفيش حاجه في الدنيا ليها اتجاهين. يعني تخيل معايا احمد علاء، قلت له ايه؟ همشي، قلت له امشي يمين، حاضر. امشي شمال، حاضر. ينفع امشي يمين شمال؟ ازاي اقطعني يعني؟ اعملها ازاي دي؟ امشي يمين وشمال في نفس اللحظه؟ يا ابني مفيش حاجه اسمها كده. هقول له لا والله، بس انا سمعت قبل ما اجي لك ان التيار، او شفت يعني لما قعدت شويه على اليوتيوب، ان التيار ليه اتجاهين، ليه اتجاه فعلي وده انت لسه شارحهولي، وليه اتجاه تاني بنسميه الاتجاه التقليدي. اسمه ايه؟ التقليدي او الاصطلاحي. يبقى انت كده يا مستر معلش يعني بتناقض المنطق، مفيش حاجه في الدنيا ليها اتجاهين. لا، هو مش اتجاهين، هم اتجاه واحد. بس افهم بقى الحته دي والحته دي لحضرتك عشان تبقى انت بس مدرك احنا بنعمل ايه. مبدئيا ده اتفقنا عليه خلاص، وده الحقيقي اللي موجود في كل دايره كهربيه، وده اللي بنقول عليه الاتجاه الايه؟ الفعلي. اما موضوع الاتجاه التقليدي بقى، بس استنى قبل ما اقول لك الاتجاه التقليدي، وانا لو قلت لك سالناك سؤال مقالي ايه هو الاتجاه الفعلي؟ اكيد مش هقول لك كده في الامتحان طبعا، بس انا بسالك انت دلوقتي ايه هو الاتجاه الفعلي؟ تقول لي حركه الشحنات السالبه من القطب الى القطب، ده اسمه اتجاه ايه؟ فعلي. بس في حاجه بقى، الشحنات الكهربيه السالبه دي هتتحرك من الطرف السالب للطرف الموجب خارج المصدر. خارج الايه؟ يعني ايه خارج المصدر؟ يعني بره المصدر ماشيه مع عقارب الساعه. طب اسمع كده، خارج المصدر بتتحرك الشحنات السالبه دلوقتي طالعه من القطب السالب رايحه للقطب الايه؟ الموجب، ده اسمه ايه؟ خارج المصدر. طب هل الالكترونات هتتحرك من هنا وتروح هنا وتيجي عند البطاريه وتقف؟ لا، لو وقفت الشحنات ده معناه مفيش تيار كهربي، لازم تعمل ايه؟ تكمل الحركه. فعشان تكمل الحركه هتخش وتتحرك من المصدر الموجب او القطب الموجب للقطب السالب. استنى بقى، يبقى احنا عندنا هنا جملتين، داخل المصدر وخارج المصدر بالنسبه للاتجاه الفعلي. خارج المصدر يعني بره البطاريه، التيار ماشي منين؟ من مين رايح لمين؟ من القطب السالب رايح للقطب. انما داخل المصدر داخل البطاريه هنا من السالب الى الموجب. طيب داخل المصدر من الموجب
الى الساء. هاجي اديلك على قفاك في الامتحان واقول لك الاتجاه الفعلي للتيار الكهربي داخل المصدر، فانت فعلي طبعا من السالب للموجب، يعني قمه الغباوه. ليه؟ عشان انت قصيت حته من السؤال ورميتها. الراجل بيقول خارج المصدر ولا داخل المصدر؟ الاثنين عكس بعض، اعرف واحده بس والثانيه عكسها. يعني لو خارج المصدر من سالب لموجب يبقى داخل المصدر. انا مش هذاكر الاثنين، انا هذاكر واحده واحده بس. تاني بص، تاني بص، صلى على الحبيب. الاتجاه الفعلي، الشحنات اتحركت من مين لمين؟ ده خارج ولا داخل؟ من السالب لمين؟ طيب وداخل المصدر؟ داخل المصدر من مين؟ من الموجب رايحه لمين؟ ما هو الشحنات مش هينفع تقف، لازم تكمل حركه معايا يا هبه. في مشكله عندك؟ جيت داخل المصدر من سالب لا خارج اهو يا ستي. يا سلام، بس كده خلاص. يبقى خارج المصدر من مين لمين؟ من السالب للموجب، وهنا داخل. اسفين يا صلاح. تمام؟ يبقى ده بالنسبه لمين يا حبايب؟ بالنسبه لاتجاه التيار الكهربي سواء خارج المصدر او داخل المصدر. طب الاتجاه الاصطلاحي اكيد عكسه، فاوعى تتلخبط. يبص يا مستر انا لو ذاكرت الاثنين انا كده ذاكر 4. لو ذاكرت الاثنين او ذاكرت ال4 انا هتلخبط، ما انا قلت لك ذاكر واحده بس والثانيه قول عكسها. اما الاتجاه الاصطلاحي وده بقى اللي ممكن لا مش هتلخبط، انا مركز وصاحي اهو. الاتجاه الاصطلاحي اكيد عكسه، حركه الشحنات الموجبه من الطرف الموجب او من القطب الموجب للقطب السالب. تيجي هنا انت بقى ويحصل لك ايرور في دماغك. استنى يا عم، انت مش انت لسه قايل ان الكهرباء شحنات سالبه بس؟ منين بقى بتقول لي ان الشحنات الموجبه تتحرك من القطب الموجب للقطب السالب؟ هي بتتحرك؟ ده السؤال. فركز بقى معايا الله يكرمك. بص كده، في ناس هتتسأل دلوقتي ولو ما جاوبتش شكلها وحش قوي قوي. في كام حد نايم اهو، هو واضح ان هو ناسي ان بدايه ثانويه عامه النهارده، شكله كده ناسي. هفكرك انا دلوقتي. بص يا سيدي الناس، انسى فيزياء خالص. تقول لي احسن. تخيل معايا كده حضرتك ان احنا معانا طريق وفي اكتر من حفره، مش هتفهمها غير كده. وكل حفره من دول بتمثل ذره. بتمثل ايه؟ وفي 3 اشخاص واقعين، كل واحد واقع في الحفره بتاعته. دي بتمثل ذره، والشخص اللي جواها بيمثل الالكترون اللي جوه الذره. والحفره دي كذلك. عندي كام حفره؟ حلو. هروح امسك ده واروح اوصله ببطاريه. البطاريه الطرف السالب يعمل ايه مع السوالب؟ يحركها. والطرف الموجب يعمل ايه مع السوالب؟ يجذبها. حلو قوي لغايه دلوقتي. السؤال بقى، الشخص ده ذرته متعادله ولا مش متعادله؟ متعادله ولا مش متعادله؟ متعادله يا مستر. ما هي اي ذره متعادله. يعني متعادله؟ يعني عدد الشحنات الموجبه اللي عندها قد عدد الشحنات السالبه اللي عندها. زي الفل. فالشخص ده هيطلع من الحفره. لما يطلع من الحفره الشخص ده سميناه مين؟ اللي هو الالكترون. ادي الالكترون يا مستر طلع ومشي في الاتجاه ده. مشي في الاتجاه ده. ليه؟ اشمعنى يعني ما قلتش ماشي كده؟ هقول لك يا واد، ما احنا لسه قايلين ده فيحصل تنافر بينه وما بين السوالب، والموجب يعمل يساعده ويسحب الالكترونات في اتجاهه. حلو قوي. اصبحت دي الذره الحفره فاضيه ولا مش فاضيه؟ يعني ناقصها الكترون. يعني اصبحت الذره اسمها ذره متعادله كهربيه، ولا اصبح اسمها ايون موجب؟ برافو. اشمعنى؟ لانه فقد الكترون. برافو. اصبح ادي الموجب اهو. هقول له طيب خلاص خلصنا. اقول له استنى بس اصبر، في الكترون تاني عايز يطلع من الحفره. ما هو كل الالكترونات هتطلع يا ماما. لا يا حبيبتي، لا 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 يا غاليه يا حبيبتي. تانية وضع وتالتة وضع تاني. الله يسترك او ياخدك في رحمته وجنته يا رب. تمام؟ بص يا حبيبي، نقول له في الكترون طلع من حفرته وربنا نتعه بالسلامه، عقبالنا يا رب. باقي شخص ده يطلع هو كمان، صح؟ فيطلع ويتحرك في نفس الاتجاه ولا لا؟ بس استنى بقى، الراجل ده الحته دي مهمه قوي، عشان لما تيجي حد يسالك ويقول لك ان الاتجاه الاصطلاحي هو حركه الشحنات الموجبه من القطب الموجب للسالب، قول له طحمار. ليه يا عم انت؟ ما هو مفيش شحنات موجبه بتتحرك اصلا.
هي الكهرباء اصلا شحنات سالبه فقط. ايوه، امال يعني ايه شحنات موجبه بتتحرك اهو؟ هقول له طيب هي مش دي كانت موجب؟ لما الراجل ده يطلع من حفرته ويمشي هيقع في الحفره دي ولا مش هيقع؟ فلما يقع في الحفره دي هل دي موجب ولا اكتسبت الكترون؟ فاصبحت دي ما بقتش موجب. امال مين اللي اصبحت موجب؟ اشمعنى؟ عشان دي فقدت. هي الشحنات السالبه ماشيه يمين ولا شمال؟ يمين. طب والشحنه الموجبه كانت هنا اتحركت. ايه ده الاثنين عكس بعض. الاتجاه الفعلي ماشي ناحيه اليمين، اما واحد اساسا، بس احنا بنعبر عنهم بمصطلحين مختلفين. لا كمل. طب حاضر، دي الموجب صح؟ هي الموجب كانت فين؟ مشيت شمال ولا يمين؟ يعني موضوعها اتغير. طب دي الراجل ده هيطلع هو كمان ويتحرك من حفرته فيقع فين؟ فبدل ما دي كانت موجب تبقى مين؟ حضرتك ملاحظ حاجه؟ ان الشحنه السالبه ماشيه في اتجاه والشحنه الموجبه موضعها بيتغير، فيكاد ليك يعني نظريا ان الشحنات الموجبه بتمشي، انما هي ما بتمشيش، هي موضعها هو اللي موضعها هو اللي بيتغير. الحته دي تركايه بس كده عشان سيادتك تبقى انت فاهم، لان طول ما انت ما بتذاكر فيزياء بالذات وعندك حته مش واصله بتعمل لك ايرور طول الوقت، وطول الوقت بيجي عليها تساؤلات، تبقى انت نايم في عز نومك يجي التساؤل عنها. ما تخليش اي حته عندك في المنهج في تساؤل عنها. ليه؟ هتبقى شغلاك طول الوقت، ويا سلام لو فاهمها غلط يبقى نيلة النيله، هتقعد تحمل حاجات غلط فوقيها، يبقى احنا كده عليه العوض ومنه العوض. يبقى ده معناه ان التيار الكهربي بيعمل حاجتين في آن واحد، بيمشي في اتجاه الشحنات السالبه والاتجاه الشحنات الموجبه في اتجاه معاكس. اتجاه الشحنات السالبه ده بنسميه الفعلي، اما الشحنات الموجبه ده بنسميه ايه؟ عارف ليه تقليدي؟ ليه بتسموه تقليدي؟ اصل مزيف، اصل هي الشحنات الموجبه ما بتمشيش، انما هو موضعها هو اللي فبما انه يعني فاحنا بنسميها ايه؟ تقليدي. افاجئك، احنا في المنهج هنشتغل على الفعلي ولا التقليدي؟ يعني انا لما يبقى في مساله وفيها اتجاه تيار اقول ماشي منين لمين؟ ماشي من القطب الموجب للسالب ولا من السالب للموجب؟ الحقيقه ان احنا للاسف هنشتغل بالاتجاه التقليدي. يعني اي دايره كهربيه هنقول فيها ان الشحنات بتتحرك من الموجب للايه؟ يعني لما اجي ارسم لك دايره زي دي واقول لك فين اتجاه التيار هتقول لي ايه؟ هتقول لي اهو يا مستر ماشي ان الموجب رايح لمين؟ للسالب. طب ليه؟ ما انت بتقولي ان الفعل هو اللي صح 100%. اصل قديما كانوا مفكرين ان التيار الكهربي شحنات موجبه اصلا، بس جه العلم الحديث اكتشفوا فيه ان لا، الكهرباء شحنات سالبه فقط لا غير. فقالوا ايه؟ طب نعدل في كل الكتب الفيزيائيه القديمه اللي اتكتبت. قلنا له لا، ما تعدلوش حاجه، سيبوها زي ما هي، بس فهموا الطلبه والناس ان في فرق بين الايه؟ يبقى انا وانت فاهمين التيتا، فاهمين اللي فيها خلاص. يعني لو بنعمل ايه؟ نعمل لك كده ماشي خلاص، انا فاهم ان الاتجاه الفعلي هو اللي بيشتغل، هو اللي بيمثل التيار الكهربي، اما الاتجاه التقليدي ده مسمى بس مش اكتر. طب استنى نرجع للحته الثانيه بتاعتنا اهي. لما نيجي نبص على الاتجاه التقليدي هو حركه الشحنات الموجبه من مين لمين؟ من الموجب للسالب. ده خارج ولا داخل؟ خارج المصدر اهو، خارج المصدر من الموجب الى الايه؟ السالب. طب داخل المصدر من السالب، داخل المصدر من السالب الى الموجب. يا رب ما تسرحش، يا رب ارزقنا الفهم يا رب. خارج من السالب. خارج المصدر من الموجب لمين؟ خارج من السالب. مثلا هو دي لا مش دي، هي دي. بص صلى على الحبيب. واحده كده وهقول لك الاثنين مع بعض. شفت اللخبطه دي؟ فانت هتذاكر واحده بس والثانيه عكسها. في الفعل حركه الشحنات السالبه من السالب خارج ولا داخل؟ خارج المصدر من السالب لمين؟ طب داخل المصدر من الموجب للسالب. ده الايه؟ الفعلي. بص التقليدي خارج المصدر من الموجب ما هو عكسه اهو، هنا من السالب للموجب، هنا من الموجب للسالب. طب داخل المصدر مع ان هنا عكسه ولا مش عكسه؟ يعني كل واحده فيهم عكس الثاني. انا هذاكر مين كاحمد؟ هذاكر خارج المصدر بس. طب وداخل المصدر تتقال ايه؟ تتقال عكسها على طول. طيب فهمت يعني ايه تيار كهربي؟ فهمت يعني ايه شده تيار كهربي؟ فهمت الاتجاه الفعلي والاتجاه التقليدي؟ فهمت كمان ايه هي شروط مرور تيار كهربي؟ ايه الشروط اللي لازم تتوفر علشان يمر تيار كهربي عندي؟ طيب تعالى بقى نروح نبص على الكلام ده عملي، وبعد ما نبص عليه عملي ونستوعبه اكتر نروح نقول
كام استنتاج تاني، استنتاجين صغيرين كده، ونبدا نحل لغايه اخر الحصه ان شاء الله، ومش هنشرح حاجه تانيه جديده. فاجهز يا بطل. شغل لي كده يا محمد تعالى. محمود فين؟ طب هو قايل لك طب تعالى. يا لو كنت قلت لي لا كنت هزعل قوي يا محمد مني. اقول لك هتسوحنا. يلا بينا. خش يا سيدي. شغل الواي فاي بس. انت معانا؟ فاهم اللي احنا بنقوله كويس؟ انت معانا؟ اكيد صح؟ هنشوف دلوقتي. بصوا، احنا في تانية كنا صحاب وحبايب، في تالتة ما اعرفكش ولا انت تعرفني، هتأثر وحياة امي ما هتكمل معانا. فاحنا مش هيقعد في القاعة دي ان شاء الله حتى لو 2 بس اللي قاعدين. الناس اللي هتلتزم بكل اللي بنقوله هنقول لك نام بدري، تيجي فايق للحصة، مواعيدنا حصص زوم، حصص الاونلاين، حصص السنتر، فتبقى فايق معانا. الله يسترك. بص يا سيدي، يلا ركز معايا كده وصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام. لما تيجي تبص على التيار الكهربي، بص هنعيد تاني كل اللي قلناه. كل اللي قلناه هنعيده تاني. ايه موضوع التيار الكهربي ده؟ التيار الكهربي يا مستر، هو احنا فهمنا يعني ايه مادة جيدة التوصيل. والمادة جيدة التوصيل هي عبارة عن ذرة، نواة، عدد من الالكترونات سالبة الشحنة. التيار الكهربي مين فيهم؟ الشحنات الايه؟ السالبة. هو ده اللي يخصني حضرتك. طب تمام. هو ده مش ملاحظ ان في الكترون هنا؟ والمستوى الاخير اسمه مستوى التكافؤ. مستوى الايه؟ اكيد عارف انت كيمياء وعارف يعني مستوى التكافؤ. يعني مستوى التكافؤ يعني المستوى الاخير من مستويات الذره. والحقيقه ان كل ما بنبعد عن النواه كل ما قوه الترابط ما بين الالكترون والمستوى بتكون ضعيفه. اشمعنى يعني؟ اقول له اصل حضرتك ده موجب وده ايه؟ ما هي النواه فيها شحنات موجبه، فكل ما نبعد عنها كل ما قوه التجاذب تقل، فيبقى ضعيف يا ويلو. بص انما ده اقوى. كل ما بنقرب للنواه قوه التجاذب بتزيد، كل ما بنبعد قوه التجاذب بتقل. طيب كمل كده معايا. الالكترون ده لو ساب الذره ومشي اصبحت ايون. هو ده التيار الكهربي. طب دول التيار الكهربي؟ لا يا حبيبي، ده دول لسه في الذره. انما انا يهمني مين؟ الشحنات السالبه اللي سابت الذره ومشيت. هو ده اللي بيعبر عن التيار الكهربي. على فكره هي مش ذره واحده، هو عدد لا نهائي من الذرات، ولكن اللي يمشي على ذره واحده يمشي على باقي الذرات بالكامل. حلو قوي. علشان كده انا بس قلت لك ايه؟ تعال نخش جوه السلك. ده السلك اللي انتوا بتستخدموه في البيت. بس احنا زومناه لك قوي. هو صغير قوي، اصغر من كده بكتير، بس احنا كبرناه علشان تشوف ايه اللي بيحصل جوه السلك. السلك ده ليه كام طرف؟ ماده موصله ولا عازله؟ الشحنات اللي جواه دلوقتي يكهرب؟ ليه ما يكهربش؟ نقول له لان الالكترونات اللي جواه في حاله. ازاي يا مستر؟ ما هو بيتحرك يا واد، بيتحرك بس في مستوى انا عايزه يسيب الذره وايه؟ علشان يمشي لازم نعمل ايه؟ هوبا يلا بينا ونزق الشحنات. مين يزقها؟ البطاريه اللي هو المصدر. حلو قوي. طب يلا نزق. بص يا سيدي، لو جيت بصيت على السلك فهتلاقي هو في مجموعه هنا متحركه اهي، ولكن في مستواها. اول ما تطلع من ذره تروح للثانيه، من الذره تروح للثانيه، ده اسمه التيار الايه؟ التيار الكهربي. اول ما توصل الدايره وتوصلها بالبطاريه، بص السالب يعمل تنافر مع السالب والموجب يسحب. ده اتجاه فعلي ولا تقليدي؟ فعلي. برافو عليك. بيتحرك من السالب يروح لمين؟ للموجب. ده يا سيدي شده التيار الايه؟ الكهربي. اقف هنا لحظه بقى. حضرتك لو جيت بصيت معايا كده شويه، لو انا خدت مساحه المقطع ده وقفت هنا وحبيت احسب كميه الكهرباء اللي هتعدي. كميه الكهرباء عباره عن في مين؟ اقول له ان في ايه. برافو عليكي. طيب يا مستر في زمن؟ الزمن ده اللي هو اسمه. فحضرتك وانت واقف هنا لو خدت كميه الكهرباء اللي انا بعيد تاني، لو خدت كميه الكهرباء اللي بتمر في زمن معين تقدر تحسب شده مين؟ التيار. طب يلا بينا. الكيو على مين؟ على تي. طب الكيو اللي هي ان في اي على تي يروح يديني شده تيار ايه؟ شده تيار كهربي. زي الفل. ده بالنسبه لشده التيار الايه؟ الكهربي. طيب كمل. بص معايا كده. خلاص فهمت التيار الكهربي، البطاريه ده دورها ولسه هنتكلم عنها بالتفصيل الممل. فهمنا الاتجاه الفعلي وفهمنا الاتجاه التقليدي، خارج المصدر وداخل الايه؟ وداخل المصدر. طيب
بس يا مستر البطاريه دي برضو احنا قلنا مش هنتكلم عنها دلوقتي وهنتكلم عنها الحصه اللي جايه، بس في حاجه مهمه قوي لازم نعرفها عن البطاريه. ايه هي البطاريه او الحاجه المهمه دي؟ فاكر في تانية ثانوي لما كنت بقول لك تطبيقات الكثافه؟ فاكر؟ كان من ضمن تطبيقات الكثافه ايه؟ فاكر البطاريه والمحلول الالكتروليتي وان كنا المفروض بنعرف كثافته، صح؟ حضرتك الدايره اللي قدامك دي دايره مغلقه، دايره مكتمله الاركان. حضرتك ليه؟ اقول له لان وفرت فيها يا مستر الشروط الثلاثه اللي انت اتكلمت عنهم من شويه. ايه الشروط الثلاثه؟ دائره مغلقه، مصدر للطاقه، خلاص ده مصدر طاقه، ده اللي بيزق الشحنات الكهربيه خلال الدايره، ومعايا لمبه، اللمبه دي هنسميها مقاومه، هنتكلم عن يعني ايه مقاومه بالتفصيل ان شاء الله. اقول له طيب ده الاتجاه فعلي ولا تقليدي؟ اقول له والله ده القطب الموجب وده القطب الايه؟ السالب، الكاثود والانود. وهنا لو لاحظت هتلاقيني انا غيرت لك الاتجاه، عايز اقول لك يعني ان في اتجاه فعلي واتجاه تقليدي. البطاريه عايز اخش جواها وافهم ايه اللي بيحصل جواها بالظبط. ده معانا في المنهج؟ معاك، وهسالك سؤال عليه دلوقتي. ايه اللي بيحصل جواكي انت؟ الشحنات دي جت منين وكونتيها ازاي؟ ترد عليك البطاريه وتقول لك انا محلول الكتروليتي. يعني ايه؟ يعني انا عندي حمض كبريتيك مخفف. حمض الكبريتيك المخفف ده سائل موجود داخل البطاريه ايا كان وضعه ايه او نوعه، ادي حمض الكبريتيك المخفف. اما الالواح اللي قدامك اللي عليها الشحنات السالبه والموجبه هي الواح الرصاص. فلما تحط الرصاص جوه حمض الكبريتيك الاثنين يتفاعلوا ولما يتفاعلوا مع بعض يطلعوا لنا حاجه اسمها كبريتات الرصاص. مين كبريتات الرصاص؟ هي الشحنات اللي بتتكون على القطبين عندي. يبقى ده التفاعل. نساله بقى السؤال المهم بقى، نقول له هي البطاريه بتحول طاقه من مين لمين لمين؟ اقول له اول حاجه طاقه كيميائيه. مش هي الشحنات دي بتبدا بتفاعل كيميائي؟ يبقى طاقه كيميائيه، والكيميائيه تتحول لطاقه كهربيه لشحنات، والكهربيه تتحول الى ضوئيه وحراريه. ليه حراريه؟ ما هو السلك ده بيسخن حضرتك. يبقى ده معناه ان صور تحولات الطاقه اللي بتحصل عندنا داخل البطاريه، اول حاجه بتحصل تفاعل كيميائي، تاني حاجه بتحصل بتبدا تتكون شحنات على الاقطاب بتاعه البطاريه. يبقى اول طاقه اسمها طاقه كيميائيه، بعد كده بتتحول لطاقه كهربيه، بعد كده بتتحول لطاقه ضوئيه وطاقه حراريه. لو جيت مسكت السلك تلاقيه سلك ايه؟ تلاقي السلك ساخن. طب كويس قوي. بس كده يا مستر عن المصدر؟ لا يا حبيبي، ده البطاريه ليها حوارات كامله في الحصه اللي جايه، هي والمقاومه هنتكلم عنها، ولكن احنا خدنا اللي احنا محتاجينه من المصدر بس دلوقتي. يلا بينا شغل لنا يا سيدي السبوره وتعالى ركز معايا في الاستنتاجين دول ونبدا نحل على طول مع بعض انا وانت على الكلام اللي احنا فهمناه. صلوا على الحبيب يلا عليه الصلاه والسلام. ايه رايك؟ انت قدرت تحسب لي شده التيار لمجموعه من الالكترونات بتمر في سلك، صح؟ طب ايه رايك لو انا مش عايز احسب شده التيار لمجموعه الالكترونات، انا عايز احسب شده الالكترون واحد؟ نعم؟ تخيل معايا كده لو جيت قلت لك انا معايا الكترون، ودي مهمه قوي قوي. لو معايا الكترون واحد بيدور في مستواه اللي هو العادي، مستوى الطاقه بتاعته، ويعمل عدد من الدورات، عدد معين من الدورات، هيلف له لفتين 3 مليون ايا كان، وعايز احسب شده التيار الكهربي. بص يا حبيب قلبي، مبدئيا كده شده التيار الكهربي احنا اتفقنا ان هو عباره عن مين على مين؟ وعرفنا ان هو اصلا بيساوي ان في ايه على مين؟ على تي. بس لا مش بس، 2. على فكره يا مستر الكلام ده في السلك العادي، انما لو جيت قلت لك الكترون بيدور في مستواه، يبقى في الحاله دي التي دي ما بقتش تي سمول، امال بقت ايه؟ بقت تي كابيتال. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان التي كابيتال دي بتمثل الزمن الدوري. زمن ايه؟ اشمعنى؟ اقول له اصل انت اتعلمت في اولى ثانوي زمان لو تفتكر لما كنا بنقول لك ان لو الجسم الارض بتدور حوالين الشمس فهي بتدور في مسار دائري، ساعتها كنا بنحسب الزمن الدوري فقط اللي هو زمن الدوره الايه؟ الواحده. يعني هو ده قانون شده التيار؟ ايوه، بس هو ما ادانيش زمن دوري في المساله. اقول له ولا يهمك، بس انت عارف زمان ان التردد الاف اللي اختصار لفريكوينسي او اللي كنا زمان بنسميها نيو، التردد كان بيساوي ايه؟ نقول له كان بيساوي مقلوب الزمن الدوري. يعني انا اقدر اشيل التي من المقام، ما هي 1 على تي، واخليها كيو في مين؟ في الفريكوينسي. ادي كمان قانون تاني.
يبقى ده بيمثل التردد. امتى يا مستر استخدم العلاقه دي؟ لما يقول لي الكترون بيدور في مستوى دائري. ما دام بيتحرك في مستوى دائري يبقى علاقه، لازم التردد يدخل معانا في القانون. 3. وركز في الاستنتاج ده. هو انا لو جيت قلت لك احسب لي سرعه الالكترون اللي بيدور في المستوى اللي عندك ده، هتعمل ايه؟ سرعه؟ هو مفهوم السرعه ممكن يتغير؟ نقول له لا يا عم، كلنا عارفين ان السرعه الفي بتساوي مسافه على زمن. وبما ان يا مستر الراجل ده قلت لي بيتحرك في مسار دائري، يعني التي ما بقتش تي سمول، ده بقت زمن دوري. بس في حاجه، هي الاكس دي بتمثل ايه؟ مسافه. هو لو خد دوره واحده يعني هيبدا من النقطه دي يلف ويرجع لنفس النقطه، هو كده خد مسافه قد ايه؟ مش خد محيط الدايره؟ برافو. علشان كده نشيل الاكس ونكتب مكانها 2 باي ار. اصل يا مستر المسار اللي بيتحرك فيه ده ليه نصف ايه؟ ليه نصف قطر. الله يحبك ركز معايا، واوعى تعدي اي حاجه انت مش فاهمها، ما وراناش غيرك. نعيد 100 مره بس، قول لو عندك مشكله في حاجه. نقول له طيب يبقى الفي اللي هي سرعه الالكترون او الجسيم اللي بيدور في مسار دائري مسافه على زمن، بس زمن ايه؟ دوري. اشمعنى؟ عشان بيتحرك في مسار دائري. نقول له طب يلا 2 باي ار على تي. انا مش عايز دي خالص يا مستر. بص حضرتك، انا مش عايز دي خلاص، انا فهمت، ولا هسيبها لك عشان لو انت هتصور عشان الاستنتاج ولا حاجه. يبقى في الاخير ان الفي بتساوي 2 باي ار على تي. هي دي هتيجي ازاي في مسائل؟ هتعرف كمان شويه. ايه رايك؟ يبقى العلاقه دي كمان من ضمن العلاقات 4، وده رابع قانون لحساب شده التيار الكهربي. شده التيار الكهربي ليه؟ هو ايه علاقه القانون اللي انت كاتبه ده بشده التيار الكهربي؟ اقول لك اصل شده التيار الكهربي بيساوي مين في مين؟ في التردد. فانا ممكن هنا بكل بساطه الراجل عايز تردد، هو مش مديني تردد في المساله. طب انا عايز احسب تردد ومديني سرعه الالكترون، اعمل ايه؟ احسب من هنا الزمن ومنه احسب التردد، لان التردد مقلوب مين؟ مقلوب الزمن الدوري. كفايه كده، واوعدك مش هشرح لك اي حاجه جديده من هنا لغايه اخر الحصه. خلصنا خلاص. تعالى بقى نطبق على الكلام اللي احنا قلناه ده. كشكولك وقلمك وابدا ترجم معايا. المذكرات جهزت خلاص الحمد لله. هتيجي النهارده في السنتر الساعه 2 باذن الله بالكتير خالص. حضرتك في اي وقت هتعدي على السنتر تقول لهم انا عايز مذكره مستر احمد. نعم، سواء سنتر ده او فينا الاثنين، هحط لكم مذكرات هنا ومذكرات هنا. حاضر. نقول تاني. بص يا ستي، ده تمام؟ ده تمام؟ فهمت ان التيار الكهربي بيساوي مين في مين؟ حلو قوي. تعالي نقول لسيادتك ان احنا معانا مسار دائري ومعانا جسيم بيتحرك في المسار الدائري. ممكن تقولي لي طول الدايره؟ يعني انا دلوقتي لو معايا سلك اهو، طوله كام يا دكتوره؟ مثلا 10 سم. لو جيت قلت لك قيسي لي طول السلك ده تاني يا شباب، الحته الاخيره دي تاني، قيسي لي طول السلك ده. صعب عليك انك انت تقيسي طول السلك؟ هجيب مسطره وامسك بدايه السلك ونهايته. طب انا لو مسكت السلك ده ورحت تاني وعملت منه حلقه دائريه كده، قيسي لي طول السلك هنا. تقولي لي ما انا عارفه انه طوله كام. طب انت خبينا عليكي وما قلناكيش طوله قد ايه. قولي لي طول السلك هنا قد ايه. هل هتعرفي تقيسي بالمتر هنا؟ لان هو في صوره ايه؟ هنا بقى حطينا قانون اسمه محيط الدايره. الدايره دي لها نصف قطر ولا ملهاش؟ اللي هي اسمها ار. فنقول له حضرتك انا عايز المسافه، اقول له يبقى المسافه بتساوي 2 باي ار. ده قانون ثابت عشان نحسب بيه طول مين؟ طول الدايره. طب احنا حطينا عربيه هنا، والعربيه دي هتتحرك في المسار الدائري وترجع لنفس المكان. احسبي لي سرعتها. هي السرعه مش بتساوي مسافه على زمن؟ المسافه اللي قطعتها اللي هي مين؟ 2 باي ار على الزمن. الزمن مين؟ زمن الدوره الواحده، وده اللي بنسميه الزمن الايه؟ الدوري. بس يا ست البنات، في مشكله ولا اقول بطريقه ثالثه؟ حلوه قوي. تعالى يلا بينا هنترجم مع بعض كده. عايزك مش هتبقى باصص في مذكره، لا انا عايزك تسمعني انت بس وتترجم عندك في الكشكول. اول فكره عندنا واول سؤال عندنا بيقول ايه؟ وهوري لك المذكرات دلوقتي كمان ان شاء الله نظامها هيبقى ماشي ازاي عشان سيادتك تبقى انت صاحي معانا. بص يا سيدي، المذكرات احنا وفرنا عليك حتى تشتري كشكول. كان الله في عون والدك، ربنا يعينه يا رب. يعني ده كراسه الواجب بتاعتي، يعني مش هشتري كشكول فاضي احل فيه خالص. بص حضرتك، انا عامل لك نظام هنا، لو لاحظت هتلاقيني عامل ايه؟ دي مذكره بنك الاسئله، حاطط لك مساحات فاضيه تحت كل مساله. انا مساحه فاضيه
كفيله ان هي تحل فيها السؤال. يبقى انت دي زي ضلك معاك، جيت من غيرها يبقى انت ما جبتش كشكول الواجب، ما تجيش والله العظيم بجد. طب ظرف، مش هقبل منك ظرف. فبالتالي دي كراسه الواجب. انت هعمل لك ايه تاني؟ طيب انا وفرت عليك فكره ان احنا نسيت كشكول الواجب، مش لا يا حبيبي اهو ده كشكول الواجب خلاص اللي هنحله ده بالكامل، اللي فيه تقريبا ده الفصل الاول بس خلاص. في عدد اسئله على الفصل الاول 500 سؤال. ال 500 سؤال اللي هنا ده الفصل الاول. مذكره ثانيه ثانوي كلها كانت واحده بس ومش مكملين 500. ده ان شاء الله اللي هتحل معاك على زوم وهنا الاثنين باذن الله، وهنحل معاك دلوقتي جزء منه. ده بالنسبه للمذكره بتاعه الواجب. اما بالنسبه لمذكره الشرح فهي صغيره على قد الفصل يعني مش كتير، ودي اللي انا مجمع لك فيها تقريبا افكار السنين اللي فاتت كلها. هتلاقي امتحانات السنين اللي فاتت 95، هتلاقيني كاتب لك 91 في يوم ميلادي حضرتك، هتلاقيني كاتب لك كل الافكار. تعالى بقى نبدا نحل. بص معايا كده، اول سؤال بيقول لنا ايه؟ اسمع يا سيدي، انا مقسم لك الدرس بتاع او الجزئيه بتاع شده التيار لعدد من الاجزاء. الاجزاء دول كام فكره؟ 9 افكار. 9 افكار لامين فيهم كل الشرح اللي انا قلته. اول فكره، اذا مر 10 اس 18 الكترون. اقف كده يا مستر ما تكملش. اذا مر ايه؟ عدى عدد من الالكترونات 10 اس 18. اكتب ايه؟ برافو. يبقى الان معايا بتساوي 10 اس 18 الكترون عبر مقطع من موصل في دقيقه. يبقى دول عدوا في زمن قد ايه؟ يبقى اكتب ايه دلوقتي؟ ايوه، يبقى تي بتساوي دقيقه، ويجي واحد عامل كده 1 مينيت. يا راجل احنا بنشتغل دايما في الوحده بالوحدات النظام الدولي، يبقى ما ينفعش نكتب 1 دقيقه. امال هنكتب ايه؟ هقول له 60 ثانيه. انا بشتغل بثواني، وده السبب اللي بيخليني دايما اقول لك ايه؟ ترجم ورايا. ليه؟ عشان تفهم احنا هنحل ازاي. خلصنا خلاص، احسب شده التيار الكهربي. يبقى الراجل عايز مين؟ عايز الاي، علما بان الاي شحنه الالكترون ب1.6 في 10 اس سالب 19. هل حضرتك انت كنت محتاج يدي لك القيمه الثابته؟ لا انا عارفها حضرتك، حافظها زي اسمي. يلا بينا نحل. فيبقى شده التيار الكهربي، احنا لسه بنقول يا هادي في الافكار البسيطه كده واحده واحده. يبقى شده التيار الكهربي بيساوي مين؟ نقول له بيساوي كيو على ايه؟ دي اللي تمشي معايا. هقول له على فكره هو ما قالش الكيو صريح، عادي، ما هو انا عارف ان الكيو مين في مين؟ ان في ايه على تي، وآلتك معاك هنا، استخدم آلتك دلوقتي. الان معايا بكام؟ اقول له والله الان معايا ب 10 اس 18 في شحنه الالكترون اللي هي 1.6 في 10 اس سالب 19 على الزمن اللي هو 60. طلع ناتج يا بطل. ادي اول فكره معانا اللي هي الهبله اللي ما تجيش في امتحان ثانويه عامه. يعني لسه اهو بنقول يا هادي كده. يطلع ناتج كام؟ 2.6 في 10 اس سالب 3. لو قربت هتطلع معاك 2.7 ولا ما فيهاش تقريب؟ طيب فيطلع معايا الناتج 2.7. 2.7 في 10 اس سالب 3 في 10 اس سالب 3. يلا حليت انا دي، انت هتحل اللي جاي. كم حد طلع ناتج غير ده؟ في حد طلع ناتج غير ده؟ مش عيب، عادي. يلا اللي بعده. اللي بعده بيقول لنا ايه؟ بيقول كم عدد الالكترونات. اكتب ايه؟ برافو. يبقى ده الان علامتين استفهام. انت ما بتقراش المساله مره واحده، لا مش الفيزياء ما بتتحلش كده. كم عدد الالكترونات التي تمر عبر مقطع ما من موصل في زمن قدره 1 ثانيه؟ اكتب برافو. يبقى تي بتساوي 1 ثانيه. اذا كانت شده التيار المر في الموصل 20 امبير، يبقى الاي بتساوي 20 امبير. وشحنه الالكترون كلنا عارفينها. اتفضل احسب لي الان. هي مش الان دي كانت في الكيو؟ يبقى عشان انا اجيب الان لازم يكون عندي الكيو. برافو. روح احسب الكيو بعد كده احسب الان. اتفضل حلو. طب بص كده معايا بسرعه كده. هو حضرتك الان اللي هو عايزها دي لمحتها فين؟ اقول له والله انا لمحتها يا مستر في الكيو. والناس اللي لسه بتغلط رياضه هقول له اهو الاي شده التيار الكهربي بيساوي كيو على مين؟ كيو على تي. وان حضرتك الكيو كمان ده للناس اللي لسه بتعك في لو انا عايز كميه اقسم على مين ولا اضرب في مين. اقول له الكيو عارفين انها بتساوي مين في مين؟
ان في ايه هو عايز الان، يبقى ده معناه ان الان بتساوي مين على مين. بس انا ما عنديش كيو في المساله، اقول له اقف بقى ستوب هنا، احسب لك الكيو واجي لك تاني. طب هي الكيو موجوده فين؟ الكيو بتساوي مين في مين؟ اي في التي. طب ما انا عندي الاي وعندي التي، يبقى الكيو بتساوي الاي في التي. الاي بكام؟ نقول له والله الاي ب 20 والتي بكام اللي هو الزمن؟ بواحد. يبقى ده معناه ان انا كده يا مستر جبت قيمه كميه الشحنه الكهربيه بتساوي 20 كولوم. بس حليت انا كده، اقول له لا استنى انت ما جبتش اللي هو عايزه، هو عايز الان، هقول له عوض يلا. يبقى الان بتساوي الكيو على الاي. مين الكيو؟ نقول له لسه مطلعينها ب 20. طب والاي؟ 1 و6 في 10 اس سالب 19. خلصنا خلاص. الناتج الصح اللي هيطلع مع حضرتك المفروض 1 وربع مضروب في 10 اس 20 الكترون. وكده ادي يا سيدي الفكره الثانيه، ادي رقم 2. رقم 3 يلا نصعبها شويه نشوف. يمر تيار من البروتونات، وبالمناسبه شحنه البروتون نفس شحنه الالكترون اللي هي 1 وكام؟ و6 في 10 سالب، اوعى تعدي حاجه. يمر تيار من البروتونات في خط مستقيم بمعدل 1,000,000 بروتون في مايكرو ثانيه. تاني بيقول انا عندي سلك بيعدي من خلال مساحه مقطعه 1,000,000 الكترون بمعدل كل زمن قد ايه؟ مايكرو ثانيه. اشتغل بمايكرو ثانيه. الحته دي تترجم ازاي؟ اقول له مبدئيا هو قال العدد اللي هو قال كام يا مستر؟ قال 1,000,000، يعني 10 اس 6 الكترون بيمروا في زمن قدره الزمن قد ايه؟ 1 مايكرو ثانيه، يعني 1 في 10 اس سالب 6، لان احنا شرحنا في كورس التأسيس التحويلات والوحدات وكل البديهات اللي احنا محتاجينها. طب تمام. عايز ايه بقى انت في المسألة؟ انا عايزك تحسب لي شدة التيار الكهربي. يبقى هو عايز الاي. عايز شدة التيار الكهربي بيساوي كام؟ بص معايا كده، انت معاك مين؟ قول له معايا ان وتي، بس انا عايز كيو. طب اعمل ايه؟ اقول له يبقى شدة التيار الكهربي انا عارف ان هو بيساوي كيو على مين؟ على تي. قول لي محتاجين ايه؟ في حاجة مش واضحة بالنسبة للخط؟ طب تمام. الاي بيساوي كيو على مين؟ على تي. طب والكيو يا مستر؟ ان في ايه على تي. من كتر ما هتشوف دايما بنشتغل معاك بسيستم معين انت هتتعود تحل بيه. هو كان بيترجم المسألة ازاي؟ كل سطر وكل جملة في المسألة بتتقطع وتترجم. يبقى شدة التيار الكهربي عندي بيساوي الان بكام؟ اقول له الان ب 10 اس 6 في شحنة الالكترون 1 و6 في 10 اس سالب 19 على تي. التي بكام؟ اقول له التي اصلا بواحد في 10 اس سالب ايه؟ اس سالب 6. فيطلع مع حضرتك شدة التيار هيطلع كام؟ 1 و6 في 10 اس سالب 7 امبير. ادي يا سيدي شدة التيار الكهربي. اللي بعده دي الفكرة رقم 3. الفكرة رقم 4 ودي فكرة حلوة قوي. فكرة جت في امتحان من امتحانات السنين اللي فاتت، جت في 2024، وراح الراجل جاب لهم سلك بالشكل ده وسمى المقطع ده A وسمى المقطع ده B، وادى تيار كهربي في الاتجاه ده كده، وبيسأل بيقول ايه؟ الشكل المقابل يمثل جزء من موصل، دي حته من موصل. تقول لي ما يمرش تيار يا مستر لان مفيش بطاريه يا واد. ما هو قال لك جزء من ايه؟ يعني هو اصلا اوريدي في دايره كهربيه، بس هو عمل زومنج على ايه؟ على حته معينه من الدايره، يعني بيمر تيار كهربي. فبيقول غير منتظم، يعني مساحه المقطع ده A غير B، فان كميه الشحنه الكهربيه التي تمر خلال المقطع B، بص، خلال زمن معين. الاختيارات اللي الراجل كتبها لهم في الامتحان كتب ايه؟ هي كمية الشحنة الكهربية اللي هتمر من هنا أكبر من A ولا أقل من B ولا بتساوي A في نفس الزمن؟ شاطرين، برافو عليك. ليه؟ بص يا سيدي، صلى على الحبيب. عايز تفهمها أكتر؟ تخيل معايا إن ده ماسورة مية. فاكرين في المواقع في تانية ثانوي؟ هو مش المية اللي داخلة من هنا، كمية المية نفس الكمية اللي هتخرج في نفس الزمن، بس في فرق بينهم. ان سرعه الميه هنا ممكن تكون غير هنا، ده اكيد، ولكن هل الكميه هنا تختلف عن الكميه هنا؟ اقول له ماشي يا مستر، ما هي السرعه هنا اختلفت، انا السرعه مش عايزها اصلا، ما تفرقليش. امال مين يفرق لي؟ يفرق لي حاجه واحده،
ان الاي بيساوي مين على مين؟ هو الراجل قال في نفس الزمن، يعني تي عند نقطة A أو مقطع A بتساوي تي عند مقطع B، يبقى الزمن واحد. أدي الزمن يا سيدي واحد. طب والكمية؟ هقول له على فكرة، هو بيسأل على الكمية، على فكرة شدة التيار الكهربي واحد. بص بقى، مساحة مقطع دي كبيرة دي صغيرة، ما دام نفس الموصل يبقى نفس شدة الإيه؟ التيار. يبقى لو أنا قلت لك موصل غير منتظم المقطع تقول لي نفس شدة التيار أهو، نفس شدة التيار. الحلول دي أنا كاتبها لك في المذكرة بالتفصيل، بس أنا يا مستر معلش يعني أنا بحب أذاكر من الحلول اللي أنت كاتبها بإيدك. يا عم معاك دي ومعاك دي، أنا هنظم لك دايما كل سبورة في الحلول كلها، وفي مذكرة الواجب إن شاء الله هتلاقيني حاطط لك الفراغات وأنا بحل على الفراغات، فبراحتك اللي أنت عايزه. يبقى نفس شدة التيار نفس كمية الكهرباء اللي بتمر من أي مساحة إيه؟ مقطع في نفس الزمن. خلاص خلصنا. يبقى نفس الكمية تساويها تساويها، ده معناه إن الكيو عند A بتساوي الكيو عند مين؟ الكيو عند B. أدي فكرة كمان، رابع فكرة. خامس فكرة، الفكرة الخامسة. الفكرة الخامسة بتقول لنا إيه؟ تمام؟ تمام. بص يا سيدي، في الفكرة الخامسة بيقول لنا إيه؟ الراجل ادانا علاقة بيانية، ويجي هنا بقى دور الأساسيات اللي أنت اتعلمتها. فرسم لنا علاقة بيانية بالشكل ده، وحط لنا في المحور الرأسي كيو، وحط لنا في المحور الأفقي زمن. قبل ما أكمل، حد شاطر يرد عليا بكلمة واحدة أو كلمتين. ها؟ بص يا حبيبي، قال ايه؟ الميل بيساوي شده التيار الكهربي. بس طب انا لسه ما كملتش، ولا من غير ما تكمل؟ اصل مين في الرأسي؟ مين في الافقي؟ فانت عارف لما هقسم الرأسي على الافقي يديني مين؟ حلو، انت كده حليت المساله من قبل اصلا ما تتكتب. طيب، فالراجل عمل العلاقه كده ورسم لك ان العلاقه ما بينهم علاقه طرديه. هو بس في سؤال، هي فعلا العلاقه بين الكيو والتي علاقه طرديه؟ اقول له ايوه. ليه ايوه؟ يا عم مش انت بتقول ده مساحه مقطع؟ فحضرتك كل ما يعدي عدد اكبر ده معناه كل ما الزمن يطول، كل ما ده معناه ان في عدد اكبر هي ايه؟ هيمر. يبقى ده معناه ان العلاقه ما بين الكيو والتي علاقه ايه؟ علاقه طرديه. طيب، وجيت لك مجموعه من القيم، نقطه هنا ودي نقطه هنا وواحده هنا. هناخد نقطه واحده بس منهم اللي فوق دي مثلا اهي، وادالنا قيم النقطه دي مثلا قصادها 60، والنقطه دي قصادها 12، وخلينا ناخد نقطه ثانيه كمان، والنقطة دي مثلا كاتب قصادها 2 و4، وكاتب قصادها على الرأس ب 12. باقي النقط هو مكملها وكاتبها عادي، النقطة دي ودي ودي. عايز ايه؟ أنا عايزك تحسب لي شدة التيار الكهربي هنا من الرسم. كام؟ 5. عرفت منين؟ هو رسم بس ما قالش حاجة تانية. هقول له هو الرسم ده لوحده قليل؟ مش قليل. هات الميل يلا. أي رسم بياني قبلك في الدنيا في الفيزياء، أي رسم بياني، ودي أهم جملة، أي رسم بياني في حياتك بتعمل حاجة من الاتنين. إيه هما؟ يا دي يا دي. يا إما تقسم رأسي على أفقي، يا إما تضرب رأسي في أفق. مش فاهم يا مستر؟ لو فهمت كورس التأسيس هتبقى فاهم. لو قسمت الرأسي على الأفقي، الكيو على التي يطلع قانون أنت عارفه وأنا عارفه؟ تقول لي لو قسمت الكيو على التي هتطلع لي مين؟ طب هل اضرب كده الاثنين؟ لو ضربتهم هتطلع حاجة أنت درستها وتعلمتها؟ أقول له لا خالص. إنما أنت ضربهم، ولو عايز أجيب ضربهم أجيبه إزاي يا مستر؟ هنا هتجيب السلوب أو الميل. الناس اللي فاتها كورس التأسيس أنا سجلته وصورته ونزل على اليوتيوب، ونزلت لك اللينك على جروب الواتساب، خش اسمعها، لازم تسمعها. لو انت ما سمعتهاش او ما حضرتش لازم تسمعها. طب الرأس في الافقي ده كنا بنجيبه ازاي؟ ايوان برافو، المساحه تحت الايه؟ تحت المنحنى. طب هنا انا هستخدم مين فيهم؟ هل هعمل كده واروح احسب المساحه اللي تحت المنحنى؟ اقول له لا، انا مش عايز ضربهم، انا هضرب الكيو في التي. ليه؟ هو اصلا عايز مين؟ عايز شده تيار ايه؟ شده تيار كهربي. خلاص يا مستر، يبقى انت بس دي مش معانا، خلاص؟ يبقى دي مش معانا اهي، ودي بس اللي احنا هنستخدمها. يلا يا سيدي، هات الاسلوب يلا.
يطلع كام يا ملك الاسلوب؟ 5. يبقى هاخد المقابل على المجاور، ادي المقابل ب 60 وادي المجاور بكام؟ ب 12. يبقى دي 60 خلاص على ال 12، اتاكد بس ان القيمه، فيطلع الناتج معانا بكام؟ ب 5 امبير برافو. بس ادي حته. طب وما تقول لنا مساله على المساحه اللي تحت المنحنى، اصبر بس جاي لك كمان شويه. يبقى دي الفكره رقم 5، لسه باقي 4 افكار. هنمسح هنا، نكمل لك في الجزء ده ولا نمسح خلاص؟ ماشي، عشان ما تصورش كتير وتبقى في دوشه كتير. بص يا حبيب قلبي، الناس على الشاشه هنا الدنيا تمام واضحه ككتابه يعني، لو كملنا في الجزء ده واضح تمام. بعد ما تصلي على نبيك عليه الصلاه والسلام. طب ايه رايك بقى يا مستر ان الراجل حب يرخم قوي وعمل كده؟ الفكره رقم 6، وراح ادالنا علاقه بيانيه بالشكل ده. المحور الرأسي عليه شدة التيار الكهربي، أما المحور الأفقي فده عليه الزمن. إيه ده؟ هكمل وأقول إيه؟ أنا لسه ما كتبتش المسألة، أنت فهمت إيه؟ بص أي على تي، إيه أي على تي دي؟ إنما أي في تي، بص أي في تي دي لمين؟ كيو بس. يبقى أنا من قبل ما أنت تكتب المسألة هجيب مساحة ولا أجيب مين؟ هجيب مساحة تحت مين؟ تحت المنحنى. برافو. فراح الراجل عمل إيه؟ إدالنا علاقة بيانية بالشكل ده كده، وراح قال إن النقطة دي بتمثل رقم 2، وإن النقطة اللي فوق دي بتمثل رقم 6. ده على الرأسي. أما على الأفقي فكل نقطة من دول، النقطة دي والنقطة دي بتمثل 6 ودي بتمثل 12. يا رب رزقنا الفهم يا رب. خلاص. والراجل طلب منك، طلب إيه؟ قال من الشكل المقابل فإن الشحنة الكهربية التي تمر عبر مقطع من الموصل، هو عايز كمية الكهرباء أهو، طالب مننا في المسألة هنا كمية الكهرباء بتاعتنا التي تمر في الموصل خلال فترة زمنية 12 ثانية. يعني في خلال 12 ثانية عدى كمية كهربية قد إيه؟ اتفضل حل يا سيدي، هدي لك دقيقة تخلص فيها المسألة. شايفك اللي غلطت وعملت إيه؟ جه عند حسابة المثلث قال إيه؟ طول القاعدة في الارتفاع. الله يسامحك يا شيخ. طب والنص راح فين؟ مساحة المثلث نص في طول القاعدة في الارتفاع. هي عملت ايه؟ خدت طول القاعدة في الارتفاع ونسيت النص اصلا. يبقى ده هتطلع ناتج غلط. انت هتقسم الشكل اللي قدامك ده لمجموعة من الاشكال. والله يا مستر انا عندي مستطيل اهو، ده كده مستطيل، هحسب مساحته. وده كمان يتقسم معانا لكام شكل؟ اقول له والله يتقسم برضو المستطيل تاني افقي ومستطيل رأسي، وكمان يتقسم معانا لمثلث. انا كده معايا 3 اشكال. يبقى علشان حضرتك تروح تحسب لي، على فكرة انت عارف كويس قوي ان شدة التيار الكهربي بيساوي الكيو على التي، وهو عايز الكيو، يبقى احنا عارفين ان الكيو بتساوي مين في مين؟ الاي في تي. خلاص فهمنا ان احنا هنجيب مساحة. يبقى هنا شدة الكمية عندي عبارة عن المساحة. مساحة مين؟ نقول له مساحة المستطيل الأفقي ده زائد مساحة المستطيل الرأسي ده زائد مساحة المثلث بتاعي. يلا نعمل مساحة كل واحد فيهم. تعال ناخد مساحة الصغير ده. كام في كام؟ 6 في 2، الطول في العرض. يبقى دي 6 تي الحتة دي كده في 2 اللي هو الارتفاع. زائد، طب مساحة المستطيل الرأسي كام في كام؟ يجي واحد شاطر يقول لي 12 في 6 اهو. ربنا ياخدك في رحمته وجنته. ليه؟ حبيبي ال 12 دي الحتة دي كلها. هل المستطيل ده الحته دي كلها هي الحته الصغننه من هنا لهنا؟ طب من 6 ل 12 انا مشيت قد ايه؟ الفرق ما بينهم يبقى 6. يبقى ده معناه ان 6 في ايه؟ 6 في 6 اهو. يبقى ده ارتفاعه ب6 والعرض بتاعه ب6، يبقى 6 في 6. انا كده خلاص، كده جبت مساحه ده ومساحه ده اهو، ده خلاص وده خلاص. اما مساحه المثلث نص في طول القاعدة. فين قاعدة المثلث؟ اهي اللي هي ب6 في الارتفاع اللي هو ب6. دي غلطة برضو، بيكرر نفس الغلطة تاني يا حبيبي. ارتفاع المثلث من النقطة 2 للنقطة 6، يعني هي بكام؟ ب4. ويبقى حضرتك كده جبت كل المساحات اللي تحت الكيرف او تحت المنحنى اهو اللي هو ده. اجمعهم يلا كلهم مع بعض وطلع لنا
الناتج، فيطلع الناتج مع حضرتك ان كميه الشحنه الكهربيه بتساوي كام كولوم؟ 60 كولوم. خلاص؟ دي الفكره رقم كام؟ دي الفكره رقم 6. وقلت لك كده اسمع الكولوم ده الفكره رقم 7، وكتبت لك كده الكولوم هو كميه الالكترونات الحره. الالكترونات الحره، وجيت قلت لك كده عددها كام؟ عددها كام؟ بس هو السؤال خلص كده. ده ايه ده؟ بقول لك الكولوم ده مش هو كميه الالكترونات؟ هو ايه الكولوم ده؟ مش وحده كميه الكهرباء؟ هي الواحد كولوم، كأن الراجل بيقول لك هو الواحد كولوم بيحتوي على عدد من الالكترونات كام الكترون؟ فهمت ايه من الجمله؟ اقول له فهمت، انت لسه قايله ان كميه الكهرباء اللي هو مديهاني في السؤال النظري ده واحد ايه؟ واحد كولوم. قول لي عدد الالكترونات اللي بتمثل واحد كولوم قد ايه؟ كام الكترون؟ هتعمل ايه؟ تقول لي طب ما انا عندي علاقه الكيو. بالظبط، برافو عليك. تقول لي هو مش انا عندي الكيو بتساوي ان في الاي؟ ايوه، هو عايز العدد يا عم. خلاص انت مديت اليه في الموضوع، يبقى كيو على مين؟ على الاي. الكيو هو مدهاني بواحد كولوم يا مستر. هو ما قالش يا واد، ما بقول لك الكولوم هو، مش شرط يقول لك واحد يعني. خلاص؟ على شحنه الالكترون هي 1.6 في 10 اس سالب 19، يبقى العدد هيطلع معاك 6 وربع مضروبه في 10. 10 اس كام؟ 10 اس 18 الكترون. ده سؤال مهم قوي ومهم جدا تاخد بالك منه. يبقى لما اجي اسالك هي قيمه اتحفظت خلاص من غير ما اعمل كل ده. هو الكولوم الواحد بيساوي كام الكترون او بيعادل كام الكترون؟ 6 وربع في 10 اس كام؟ في 10 اس 18. طيب دي الفكره السابعه. تعال نبص كده على الفكره رقم 8. ايه اخبارها؟ وده سؤال حلو قوي يا مسهل. دي مذكره الشرح اهي، هتلاقينا كاتبين لحضرتك كل التفاصيل اللي احنا قلناها عشان لما تيجي تذاكر ان شاء الله نسمع اتجاه التيار، الاتجاه الفعلي، الاتجاه التقليدي. خلينا بقى نقف هنا ايه ثانيه بسيطه. هو التيار ليه انواع؟ ليه انواع. انواعه اي سي ودي سي. ايه الدي سي وايه الاي سي؟ يا اما تيار متغير او تيار متردد، يا اما تيار مستمر. التيار اللي بيمر في اي دايره كهربيه يا شباب فيها بطاريه ده تيار مستمر. يعني ايه مستمر يا فندم؟ يعني قيمته ثابته واتجاهه ثابت. وده التيار اللي بيمر في اي دايره كهربيه، جبت بطاريه وصلتها مع لمبه، ثابت. علشان كده بنعبر عنه بالعلاقه اللي انت شايفها دي. وده اللي هندرسه شويه، هنمشي شويه كده في الفصل الاول لغايه ما نوصل للفصل اللي بيتكلم عن التيار المتردد. اما التيار المتردد بص يزيد ويقل ويغير اتجاهه، شويه ماشي يمين وشويه ماشي شمال. حضرتك ده بالنسبه للتيار الايه؟ الاي سي. فده اللي هندرسه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. طيب ده بالنسبه لمذكره الشرح. ان شاء الله تبقى تكفي وتوفي يعني معاك زي ما بيقولوا. دي الافكار كلها بتاعت الامتحانات السنين اللي فاتت اللي انا حليتها مع حضرتك كلها. تعال بس نروح للسؤال الحلو ده. عايزك تفكر فيه وترد عليا وتديني اجابه. يبين الشكل المقابل شحنات كهربيه متساويه المقدار وحره الحركه تتحرك في مجال كهربي منتظم. أي المقاطع الأربعة يكون أكثر من حيث مقدار شدة التيار الكهربي؟ هو الراجل بيسألك بيقول لك مين فيهم أكبر من حيث شدة التيار الكهربي؟ هقول له شدة التيار الكهربي بيساوي إيه؟ نقول له هو الزمن واحد؟ واحد في كل الحالات. بس أنا عارف إن شدة التيار الكهربي بيساوي كيو على مين؟ فبما إن الزمن ثابت يبقى العلاقة ما بين الآي وما بين الكيو علاقة إيه؟ إذا أكبر كمية كهرباء بتمر في سلك من دول هو اللي بيمثل أكبر شدة تيار كهرباء. اتفضل يلا.
هو انت قلت من شويه احنا بنشتغل في الدوائر كلها بالاتجاه الفعلي ولا التقليدي؟ تقليدي، ماليش دعوه بالفعلي. يعني انا لما اجي اقول لك شد التيار عيني على التقليدي ولا الفعلي؟ اقول له تقليدي. اتفضل يلا حل. حل، واللي عنده اجابه يرفع ايده ويقول لنا الاجابه الصح ايه وليه. يلا. ها كم حد؟ قول يا باشمهندس اتفضل. ده عشان الشحنات الموجبه اكتر. دال عشان الشحنات الموجبه اكتر. كم شحنه موجبه؟ لا قول. هم كلهم حر عشان مفيش سالب. لا في سالب. قول يا دكتور. جيم. ليه جيم؟ طب ممكن من فضلكم اللي يجاوبني اجابه يقول لي عدد الشحنات قد ايه؟ جيم صح او صح او غلط مش عارفين. اولا هو مفيش حاجه اسمها مفيش شحنات سالب. كل اللي قدامك دول دي اسلاك فيها شحنات سالب. بس هو في خدعه صغيره كده. قولي. ها مش الاتجاه مش هيفرق معانا دلوقتي؟ لا يفرق بس قولي كده. ها طب بص بقى يا سيدي، احنا قربنا تقريبا بس لا في حته صغيره كده. هو احنا بنشتغل بالايه؟ تعال نعد عدد الشحنات اللي بتمثل كميه الكهرباء اللي في كل سلك فيهم. فلو بصيت على السلك ده في كام شحنه؟ سالبه 2. مفيش موجب يا ابني، مش حاجه اسمها كده. هو كل واحده سالبه ده معناه ان في واحده، اصل انا لسه قايل لك ان الاثنين عكس ايه؟ فما دام في واحده سالب مشيت يمين يبقى في واحده موجب ماشيه شمال العكس. يبقى انا كده يا مستر هنا عندي 2 موجبين اتجاههم فين؟ في اتجاه معاكس، لان ده بيمثل الفعلي وده بيمثل التقليدي، وانا بشتغل على الفعلي ولا التقليدي؟ التقليدي. ادي اختيار الاول. في مشكله فيه؟ ها الاختيار الثاني التقليدي كم واحده؟ لا 4. ليه 4؟ اصل دي سالبه ماشيه شمال صح؟ قصادها واحده موجب. خلاص. طب دي واحده سالبه ماشيه شمال تمام؟ قصادها سؤال بقى، ما هو دي الخدعه بقى، الراجل ادالك على قفاك. هنا في كام شحنه موجبه؟ الاثنين يا ابني. كم واحده؟ 4. حلو، يبقى هنا عدد الشحنات الموجبه 4 لان اشتغل على التقليدي، وهنا عدد الشحنات الموجبه 2. طب هنا كم واحده موجبه؟ هو بيسال انت كده كده هتحل بالتقليدي صح؟ هل انا محتاج اروح ارسم السالب؟ ما انا كده كده اشتغل بالايه؟ بس يا عم اهو يلا بالمره مش مشكله اهو عشان يبقى احنا فاهمين اكتر. هنا عدد الشحنات كام؟ 3. طب تعالى هنا يلا الموجبه بص على الاتجاه، ادي 1 2 3 ماشيين شمال، بس كل واحده سالب فيهم. دي ماشيه يمين صح؟ يبقى معاها واحده موجب ماشيه شمال اهو، ودي نفس القصه. السؤال عندي كام واحده موجبه؟ ادي 1 2 3 4 5 وعددهم ماشيين في الاتجاه بغض النظر عن الاتجاه. يبقى لما نيجي نسالك مين اكبر كميه فيهم؟ مش انت لسه قايل لي ان الكميه بتساوي ان في ايه؟ يبقى اكبر عدد هو اكبر كميه. طب مين اللي فيه اكبر عدد؟ نقول له اختيار د، وده من اهم واحلى الاسئله اللي انت تاخد بالك منها. ودي الفكره كانت الفكره التامنه. براحتك صوري براحتك، وانا كاتب لك تحتها بالتفصيل، كاتب لك ليه الاجابه ده اللي هي الاجابه الصح اهو. لو نزلنا شويه كده بص كاتب لك اهو خلي بالك، وهتلاقيني في المذكرات كلها كاتب لك بالعاميه كده خلي بالك روح هات كذا اعمل كذا، فكل التفاصيل اهي قدام سيادتك. طيب تعالى بقى نروح بقى للمساله الاهم. يا عم ما كلهم مهمين، كل شويه تقول لي على واحده اهم، ها كلهم اهم من بعض. هات لنا بقى يا سيدي السبوره العاديه، وبعد كده هترجع تشغل لنا البروجيكتور تاني للكراسه الواجب. ده انت هتتقطع النهارده تحلمش. ده احنا هنفتح دلوقتي بريك مين؟ خلاص احنا لسه في اول السنه. يلا بص معايا كده، انسي تيجي بمزاجك هتمشي بمزاجنا. بص بقى الفكره دي بتقول ايه. بص كده يا سيدي، الراجل بيقول عليه حاضر، ظبط لهم التكييف ده، شغل لهم الريشه بتاعت التكييف ده. بيقول طبقا لنموذج بور لذره الهيدروجين. ايه بور ده؟ بور ده عالم، الراجل ده كان هندرسه في الفيزياء الحديثه ان شاء الله. الراجل ده حط تصور للذره، وتصور يعني بيدرس وهندرسه في الفيزياء الحديثه. المهم، فالراجل قال
يتحرك الالكترون في مسار دائري. تقول لي بس الكترون ومسار دائري، يبقى انت دماغك دلوقتي رمت على مين؟ على الاستنتاجات الاخيره اللي احنا قلناها. الكترون بيدور في مسار دائري، ادي المسار الدائري وادي الالكترون اللي بيدور، بغض النظر هو ماشي مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه. في مسار دائري نصف قطره، مدي لك نصف القطر بتاع المسار الدائري، يبقى هو كده مديني مين؟ مديني الار، الراديوس نصف القطر. بكام يا سيدي؟ قال ب5.3 مضروبه في 10 أس سالب 11. والوحده ايه؟ نقول له الوحده بالمتر. بعد كده قال لك وكمان الجاحد يعمل ايه؟ يقول لك وكمان الالكترون ده بيتحرك في المسار الدائري بسرعه. سرعته قد ايه؟ السرعه بتاعته بتساوي 2.2 في 10 أس 6 متر لكل ثانيه. انت عايز ايه؟ انا عايزك تحسب لي شده التيار الكهربي بتساوي كام؟ يخرب بيتك. هو ايه اللي جاب شده التيار الكهربي للسرعه بتاعه الالكترون والكلام ده؟ لو احنا قلنا الاستنتاج من شويه. يلا حلو. افتكر الاستنتاج اللي احنا قلناه من شويه وتشقلب كده وقول لنا شده التيار هتطلع بكام. ماشي، هنشوف ايه مش فاكره؟ ماشي، افكرك طيب بالقوانين طيب وتحل؟ حاضر. خليك فاكر كويس قوي ان احنا قلنا من شويه ان السرعه بتساوي 2 باي ار على تي كابيتال اللي هي الزمن الدوري. دي كده اللي هي الزمن الدوري. وكمان قلنا ان شده التيار الكهربي بيساوي التردد في الكيو. انت محتاج الاثنين دول فقط لا غير اهو، عشان ما لحقتش تذاكر او تفتكر قوانين او تحفظها. حل يا دكتوره يلا. بص يا سيدي، مبدئيا كده احنا محتاجين مين هنا؟ محتاجين زمن دوري صح؟ اقول له هو شده التيار بيساوي الاف مضروبه في الكيو، والمفروض الكيو ان في اي صح؟ طيب هو معلش يعني هو الان عندي بكام؟ شاطره ليه؟ لانه قال الكترون، فدي حته برضه ممكن توقعك. هو قال يا مستر الكترون، يعني عدد الالكترونات عندي بتساوي كام؟ يعني انا كده معايا الكميه معلومه. طب منين؟ اهو يا عم ما تزعلش نفسك، الكميه بتساوي ان في ايه، والان عندي اصلا بواحد في شحنه الالكترون 1.6 في 10 اس سالب كام؟ 19. انا كده جبت الكميه اهي. مين ناقصني؟ ناقصني التردد، انا ما اعرفش هو بكام. نروح بقى للعلاقه بتاعت السرعه اللي استنتجناها من شويه مع بعض. عشان اجيب الزمن الدوري فهنقول له طرفين في وسطين. يبقى الزمن الدوري عندي بيساوي 2 باي في الار على الفي. معايا ولا مش معايا؟ ما تعديش حاجه مش فاهمها. يبقى التي الزمن الدوري بيساوي، ويا رب خد اي واحده بتتكسف واي طالب بيتكسف ولع فيهم. خلاص؟ يبقى التي بتساوي 2 في الباي في الار. الار بكام عندي في المساله؟ يقول لي ب5.3 في 10 اس سالب 11 على السرعه بكام؟ ب2.2 في 10 اس 6. كده انا جبت مين؟ جبت الزمن الدوري. يطلع كام الزمن الدوري؟ 1.5 في 10 اس كام؟ سالب 16 سكند. ده مين؟ ده الزمن الدوري. طب انا جبت زمن دوري ليه؟ عشان اجيب تردد. ما هو بص يا مستر، القانون نقدر نشيل الاف ونحط 1 على التي. يلا، يبقى شده التيار الكهربي عندي بتساوي الاف مقلوب الزمن الدوري، يعني 1 على 1.5 مضروبه في 10 اس سالب 16 مضروبه في كميه الشحنه الكهربيه اللي احنا لسه حاسبينها 1.6 في 10 اس سالب 19. ودي كده كانت الفكره التاسعه والاخيره في الجزء بتاع شده التيار الايه؟ الكهربي. بس هل ده معناه ان مفيش اسئله تاني؟ لا، في اسئله تاني، بس اسئله جواها نظري. وده اللي احنا غيرناه كمان قوي في المذكرات السنه دي. ليه؟ لان الامتحان اللي فات السنه اللي فاتت الراجل جاب جزء نظري مش قليل في الامتحان متقال، ولكن المتعارف على امتحان الفيزياء بيبقى كله مسائل يعني. فخد بالك من الجزء النظري. اول سؤال بيقول كل مما ياتي من شروط مرور التيار في دائره كهربيه. بص الاحول بيعمل ايه؟ مش عارف ليه بتقصها دايما. هو بيقول ما عدا خلاص اهو.
يلا. حلو قوي. ان تكون الاسلاك من ماده موصله، اختارها؟ هو ده صحيح بس هو الراجل بيقول ايه؟ ما عدا، يبقى ده صح مش هختاره. توفر مصدر كتيار، ايوه اللي هي البطاريه. ان يكون المسار مفتوح، ما هو لو بقى مفتوح مش هيمر ايه؟ تيار. ادي السؤال الاول. تقول لي على فكره ده سؤال انت حاطط لي مساحه تحتيه وهو مش محتاج. لا، ده انا بالرغم ان هو مش محتاج انا برضو حاطط لك مساحه اللي هو ايه؟ تقعد تشخبط وتقول التفاصيل انا بقولها دي هنا عادي، كشكول عادي هتقعد تحل فيه. تعال نشوف سؤال تاني. السؤال اللي بعده بيقول المادة التي لديها وفرة من الإلكترونات، عندها عدد كبير من الإلكترونات الحرة، والتوصيلية الكهربية لها كبيرة. يعني توصيلية كهربية يعني هو جيدة التوصيل، نقدر نوصل عندها كهرباء. الموصلة ولا العازلة ولا شبه موصلة؟ المادة الإيه؟ الموصلة. طيب اللي بعده ده اللي هنشوفه إن شاء الله محلول. بص بقى هنا بقى نبدأ في حتة اتجاه التيار. بيقول لك هنا يسمى اتجاه حركة الإلكترونات اللي هي الشحنات الإيه؟ من القطب إلى القطب الإيه؟ الداخل ولا خارج؟ خارج. لو أنت تهت ارسمها بسيطة أهي يا سيدي، وارسم لي في الواجب كده. أدي دايرة وأدي لمبة عادية أهي، دايرة كهربية. ونرسم اللي هو قاله، هو قال إيه؟ يسمى اتجاه حركة الإلكترونات من القطب السالب اهي رايحه للقطب الموجب. الخارج المصدر، خارج المصدر ده اتجاه ايه؟ تقليدي ولا فعلي؟ برافو فعلي. طب ممكن بالمره لو سمحت لو قال لي هنا داخل يبقى ايه؟ العكس، لانه لو داخل هيبقى يتحرك من الموجب للايه؟ للسالب. ده حته مهمه قوي خد بالك منها. طيب السؤال اللي بعده اتفضل يا سيدي. فاكرين تعريف وحدات القياس؟ كنا بنعرفها ازاي؟ يلا نشوف كده. بيقول هو مقدار الشحنة الايه؟ الكهربية التي عند مرورها في مقطع موصل خلال ثانية ينتج عنها مرور تيار كهربي شدته 1 أمبير. مين دي؟ الايه؟ الكولوم. هو مقدار الشحنة، الراجل بيسأل على مقدار شحنة كهربية. يبقى ما دام مقدار الشحنة الكهربية يبقى احنا عندنا هنا بيتكلم على مين؟ بيتكلم على الكولوم. في حاجة قول. عندنا درس في الملاحة؟ لا، أنا عايزكم تظبطوا أموركم. أول حصة بس. إحنا هنقعد 3 ساعات. وفي زوم مش أقل من 2 ساعتين، ودول حصتين ثابتين معانا. هي الساعة كام دلوقتي؟ دلوقتي 1. مش عارف ليه الثقة ما بيننا مش بقى في حبتين. نصاب لسه إلا 8 دقايق. تمام؟ لا 8 دقايق واحد. طيب انتوا في حد تاني عنده درس؟ احنا جايين وعارف الساعة كام؟ الساعة 2. لا احنا لسه ربنا معانا. تمام؟ بعد كده ميعادنا هنخلص. ده واجب اللي هتجيبه محلول الحصة اللي جاية ان شاء الله. والمذكرات ما تقوليش مش عارف ايه، انا هسيبها لك النهارده. ماشي. بص معايا كده. السؤال اللي بعد كده هنا هو ممكن يسأل نظري في صورة مسألة؟ ممكن. اتفضل كده حل كشكولك معاك يلا. بيقول معنى أن كمية كهربية مرة خلال 5 ثواني في موصل تساوي 40 كولوم. ده معناه إيه؟ يعني الراجل بيقول لك حل المسألة وشوف الكميات اللي الراجل بيتكلم عنها في الاختيارات. إيه هي؟ حل. يبقى شدة التيار بتساوي 8 أمبير. ماشي. هنشوف كلامك صح ولا غلط. معنى أن كمية الكهربية المرة خلال 5 ثواني يبقى الراجل مديني زمن كام ثانية؟ 5 ثواني. في موصل تساوي 40 كولوم يبقى الكيو بتساوي كام؟ 40 كولوم. ده معناه إن شدة التيار معلوم ولا مش معلوم؟ معلوم. يبقى شدة التيار بيساوي الكيو على التي. الكيو بكام؟ ب40 على 5، فيروح يديني كام؟ 8 أمبير. ويبقى ده الاختيار الصح بتاعنا. اللي بعده السؤال اللي بعد كده الكولوم. كولوم على ثانية هي وحدة قياس مين؟ شدة التيار الايه؟ الكهربي طبعا، لأن شدة التيار بص بقى
ما تجيش انت وتقول ايه دي بسيطه فشده، لا مش فيش حاجه اسمها كده، ده مش واجب. فتقول لي لا اكتب لي حضرتك، امال انا حاطط دي ليه؟ يبقى هنا شده التيار بيساوي مين على مين؟ بيساوي الكميه على الزمن، دي كولوم ودي ثانيه، يبقى كولوم على ثانيه بتمثل مين؟ شده التيار الكهربائي. اللي بعد كده لسه في النظري هنا بقى البطاريه ايه؟ ايوه برافو برافو. يبقى هنا البطاريه بتحول طاقه ايه؟ كيميائيه. اهو سيبك من الاختيارات خالص. اول حاجه كيميائيه اللي هي تفاعل مين مع مين؟ حمض الكبريتيك المخفف مع الواح الرصاص يطلع لي كبريتات الرصاص اللي هي الشحنات. يبقى ادي الكيميائيه. بعد كده تتحول الى كهربيه. برافو، تديني كهرباء. مين الكهرباء اللي انت شايفها عمل في الاي اي من شويه؟ اللوحين الكاثود والانود اللي بتكون عليهم الشحنات. بعد كده يتحول الكهرباء الى ايه؟ حاجه من الاثنين، لا هم حاجتين. الدائره الكهربيه تلاقي فيها اللمبه بتنور وفي نفس الوقت السلك ساخن. يعني ده معناه ان بتديني ضوئيه وبتديني حراريه. يبقى هنا من الاختيار الصح بتاعنا اختيار الف. السؤال اللي بعده ايه؟ في سؤال انا عديته؟ لا مفيش. حاضر. لا دي يبقى عادي. يلا، تعتبر البطاريه مصدر ايه؟ مصدر الكترونات. عارف لو انت قلت مصدر الكترونات ده معناه ان انا باخد منها الكترونات، انا ما باخدش منها الكترونات. هي دورها ايه؟ تعمل تنافر ما بينها وما بين الشحنات. يبقى هل بروتونات؟ شحنات ولا طاقه؟ طاقه. برافو. هي مصدر طاقه طبعا. هنا السؤال اهو، الكولوم. هو الكولوم هو كميه من الالكترونات الحره، عددها كام؟ اللي لسه حاسبينه من شويه، اللي هو 6 وربع في 10 أس كام؟ يجي واحد شاطر بقى يا واد يجي عامل ايه؟ بص بقى الذكي ده اذكى اخواته. السؤال الهبل ده 1 و6 في 10 19 طبعا. صح؟ هو ما بيقولكش شحنه الالكترون قد ايه؟ هو بيقول لك ايه؟ الكولوم وحده الكولوم لوحدها هي كميه بتعبر عن عدد من الالكترونات. قد ايه العدد ده؟ يبقى 6 وربع اللي احنا حسبناه من شويه. اهو احنا قلنا مع بعض من شويه ان الكيو بتساوي مين في مين؟ ان في ايه؟ هو بيتكلم هنا بيقول لك الواحد كولوم، يعني ده معناه ان الان بتساوي 1 على 1 و6 في 10 أس سالب 19، فتطلع معاك 6 وربع في 10 أس كام؟ 18 إلكترون. خلاص؟ أنت هتحل كده. السؤال اللي بعد كده هنا بقى اقرأ وركز في الاتجاهات قبل ما تجاوب. اتفضل يلا حلو. أي من الدوائر الكهربية التالية توضح الاتجاه التقليدي للتيار I واتجاه تدفق الإلكترونات؟ ده هو عايز الاثنين، عايز التقليدي وتدفق الإلكترونات، وأنت عارف إن الاثنين عكس إيه؟ قبل ما تحل كلمة في المسألة، الاختيار اللي أنا هختار لازم الاثنين يكونوا عكس. يعني ما ينفعش اختار إلكترونات وتقليدي الاثنين ماشيين ورا بعض، ده مستحيل، الاثنين عكس بعض. يعني ده معناه إن كده استثنيت بعض الاختيارات أصلا رميتها، مش هتبص عليها. يلا مين؟ ماشي. د. ماشي. ألف. أنا عايزك تعك، عايزك تحل غلط، عايزك تخبط عادي دلوقتي، ده وقت التخبيط والعك والمحاولات مش وقت النتائج. كام يا حوض؟ ب. ماشي. حد عنده رأي تاني؟ ده ما شاء الله اختلفنا في الآراء ما بينهم كلهم. طب ممكن اللي بيقول اختياري يقول لنا ليه؟ يلا قول يا دكتوره اتفضلي. ايوه برافو برافو صح ماشي. حد عنده وجهه نظر عايز يقولها لنا؟ قول يا حوض. هو المصري ده مصري. طب بص كده يا حوضه، بص كده هو عايز ايه؟ تقليدي لمين؟ للاي. طب هو التقليدي للاي بيتحرك من مين لمين؟ من الموجب للايه؟ للسالب. حلو، تعالى بقى نمسك التقليدي وسيبك من اتجاه الشحنات دلوقتي. تعالى ألف. الاي ده بيمثل التقليدي والاي بتمثل الشحنات السالبه، فامسك الاي دلوقتي بس. هنا الاي بتتحرك من الموجب للايه؟ ماليش دعوه بالشحنات دلوقتي عشان بس ما تلخبطش، دي تنفع
مؤقته. طب ب الاتجاه هنا بص بيتحرك من الموجب رايح لمين؟ للسالب. يعني ده تقليدي صح ولا مش صح؟ كتقليدي صح، طالع من الموجب رايح للسالب. طب تعال نبص على جيم غلط. ليه غلط؟ لان الاتجاه التقليدي طالع من السالب رايح لمين؟ يعني دي يا مستر كده قولا واحدا مش هنبص عليها اصلا. طب ده برضه غلط. ليه؟ لان التقليدي طالع من السالب. بص اهو طالع من السالب رايح لمين؟ للموجب. هل التقليدي بيطلع من السالب للموجب ولا من الموجب للسالب؟ يعني قولا واحدا دي غلط ودي غلط. يبقى احنا الحيره ما بين مين ومين؟ ما بين الف وما بين ب. تعال نشوف الف صح ولا غلط. التقليدي طالع من الموجب للسالب ده صح، والمفروض ان الشحنات عكس التقليدي. هل دي عكسها ولا ماشيه وراها؟ ده الاتنين ماشيين في نفس الاتجاه. هل ده صح؟ ولا لازم يبقوا عكس بعض؟ بص هي المشكله فين؟ انك انت اتخدعت في الاسهم فاتلخبطت فيها. حضرتك امشي وكملي معاه. لو مشيتي مع الالكترونات هتلاقيه عكس عقارب الساعه، ولو مشيتي مع التقليدي عكس عقارب الساعه. ينفع الاثنين يكونوا في نفس الاتجاه؟ لو اتلخبطت خدها كده، هي مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه؟ طب بص هنا التقليدي ماشي، بص التقليدي ماشي كده، يبقى الشحنات السالبه ماشيه العكس. فعلا ماشيه العكس اهي. خلاص يبقى اختار الصح بتاعنا مين؟ اختيار ب. يبقى الاثنين لازم يكونوا عكس بعض. التقليدي عكس الايه؟ عكس الفعل. طيب تعالى كده ننزل نشوف لنا فكره كمان هنا. يلا بينا بقى نشوف المساله دي. حل يلا كشكولك معاك. لما نيجي على زوم ان شاء الله في الحصه الاونلاين الاسبوعيه بتاعتنا مش هنحل من البدايه، انا هحل من اخر سؤال انا وقفت عنده في الحصه. تمام؟ الشكل المقابل يمثل العلاقه البيانيه بين التغير في شده التيار المار في موصل وزمن مروره، فتكون كميه الشحنه الكهربيه المره. الشاطر هو بيحل يعمل ايه؟ يجي عامل كده، هو عايز الكميه وجنبها علامتين استفهام. عبر مقطع من الموصل خلال زمن دي كده تبقى تي بتساوي 3 ثواني، وهو هنا عايز الكميه. ترجمنا المساله. اتفضل حل يلا. هو عايز عند كام ثانيه؟ اول ما تبص للرسم البياني ميل ولا مساحه؟ برافو مساحه. فهمت انت بقى الميل ولا مساحه دي؟ ليه؟ لانه انا لو قسمت الاي على التي مش هديني حاجه، انما لو ضربت الاي في تي يديني ايه؟ كميه. يبقى مبدئيا كده وانت بتحل هتكتب لي كلمه ليك انت، مش عشان هو في الامتحان. يبقى مبدئيا كده هروح اقول له ان ضرب الاي في تي يطلع لي كيو، بس هو حدد عند زمن معين. يعني الراجل بيقول لك ما تحسبليش كل المساحه اللي تحت المنحنى. لو قال عند 6 الزمن كله معايا باخد المساحه كلها اللي تحت المنحنى، انما هو حدد عند مين؟ اجي طالع من 3 كده لغايه ما تقاطع مع المحور او الخط البياني. طب قصاد ال3 قصادها كام؟ 6. يعني كده من الاخر هو عايز المساحه دي بس، ما اروحش اجيب المساحه كلها. طب لو قال بعد 6 ثواني هروح اجيب المساحه كلها. خلاص يلا حل ايه؟ ما هو ده هبل بقى. خلاص كده يبقى هنا كيو بتساوي نص في طول القاعده في الارتفاع. فيجي واحد يكسل ويقول لي انا مش هكتب القانون في الواجب. لا اكتبه، اكتب تفاصيل الحل كلها وما تختصرش. مفيش حاجه اسمها انا عملتها على الآلة الحاسبة، عملتها في دماغي. خلاص اعرف منين انا دماغك؟ يبقى نص في طول القاعده كام؟ الحته دي 3 في الارتفاع كام؟ 6. برافو. بس خلاص خلصت. يبقى هنا يديني كام؟ 9. ويبقى كده الاختيار الصح بتاعنا كام كولوم؟ 9 كولوم. فيزياء حل كتير، حل اي حاجه تقابلك حلها. مفيش حاجه اسمها مذكره احمد علاء بس ولا كتاب خارجي معين بس. اي حاجه تقابلك بص فيها، اي حاجه. انا كده مجمع لك كل الكتب الخارجيه في المذكرات بتاعتي، بس ما تثقش في كلامي برضه. بعد ما تخلص المذكره كلها اجري بص على اي كتاب بحل كله. افكار مش جديده يبقى تمام التمام. طب في افكار جديده روح اجري هاتها لي وتعالى لي وهناخدها ونحلها في الحصص الاونلاين. 12 يلا. كميه الشحنه الكهربيه كيو الواجب مرورها عبر نقطه معينه في دائره كهربيه
خلال فترة زمنية مقدارها 10 ثواني. يبقى كده الراجل مديني تي بيساوي 10 ثانية، وهو عايز مين؟ عايز الكيو. ليمر تيار كهربي مقداره نص امبير، يبقى هو كمان مديني شدة التيار الايه؟ الكهربي. يلا نحل على جنب كده. شدة التيار معلوم؟ معلوم بنص امبير. الكمية معلومة، ده المجهول اللي هو عايزه. طب الزمن معلوم؟ معلوم. بكام ثانية؟ 10 ثواني. اتفضل يلا نحل. اعمل ايه؟ الثلاث كميات دول بيلمهم قانون واحد اسمه ايه؟ اسمه شدة التيار الكهربي. اهو شدة التيار الكهربي بيساوي الكيو على التي. هو عايز الكيو يبقى ضرب مين في مين؟ الاي في التي. يبقى الكيو بتساوي الاي في التي بتساوي الاي بكام عندي؟ اقول له الاي عندي بيساوي نص. طب والتي عندي بكام؟ التي عندي ب10، فيطلع معايا الناتج بيساوي كام كولوم؟ 5 كولوم. ويبقى الاختيار الصح بتاعنا هو اختيار ايه؟ اختيار الف. خلاص يا حبايب، وصلنا لرقم كام؟ 12. انا تقريبا كل حصه هحل معاك 60% هنا من الواجب. طب والباقيين تاخدهم انت تحلهم في البيت. طب هرجع امتى؟ هرجع احللهم في الواجب واحل لك الباقيين اللي هم ال 40% على حصه زوم.